الحلقة دي برعاية كورسولوجي. لو انت بتجهز ليوزمل أكيد قابلت المشكلة اللي كلنا عدينا بيها، بنوك الأسئلة كتير متفرقة وسعرها عالي جدا. بس خليني أقولك على حاجة هتوفر عليك كتير. في منصة اسمها كورسولوجي جمعت كل اللي محتاجه في مكان واحد، بنوك الأسئلة المعتمدة لكل ستيب من ستيب 1 لحد ستيب 3، كل ده باشتراك واحد وسعر رمزي. تقدر تحل على اللي ذاكرته سواء من السيستم أو من المادة، وكل سؤال عليه شرح واضح، صور، فيديوهات، وكمان تقدر تتحكم في الإعدادات حسب طريقتك في المذاكرة. وفي كمان ميزة قوية جدا، AI توتوريال بيساعدك في حل الأسئلة ويشرح لك المفاهيم الصعبة بطريقة بسيطة وسهلة. وكمان تقدر تكتب نوتس وتجهز مصدر مذاكرة خاص بيك. وفي مكتبة جاهزة فيها كل الهاي ييلد كونسبتس، والموقع بيتابع أدائك بالتفصيل علشان يعرف مستواك وتطور نفسك. وأكتر حاجة فرقت مع ناس كتير، سيلف اسسمنت شبه الامتحان بالظبط، بتطلع لك سكور حقيقي تعرف منه وانت جاهز ولا محتاج تراجع ايه. كل ده بأعلى جودة بشهادة كل الدكاترة اللي استخدموه ونجحوا وجابوا سكورات عالية. لو حابب تجربه تقدر تبدأ فري ترايل لمدة أسبوع علشان تقدر تشترك. ابعت لهم على التليجرام، هتلاقوا اللينك تحت في وصف الفيديو، واستخدم الكود الخاص بينا QuestMed25 علشان تحصل على خصم 25%، وفي خصم خاص للمجموعات. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا دكتور مصطفى. الحمد لله بخير، مبسوطين جدا بقول لحضرتك للدعوه، وان شاء الله تكون حلقه جميله يعني، وعذرا على يا رب يا رب، ان شاء يعني. الله ان شاء الله ان شاء الله حبيبي. حضرتك كان ليك اثر علينا، مش بس في كعلم بطنه، لا ده كمان اثر معنوي. يعني انا ممكن لما اكون متضايق شويه فعلا اسمع فيديوهات حضرتك، وفعلا ذو اثر كبير قوي. انا كنت عارف حضرتك من سنه اولى يعني. هو يعني ده من كرم ربنا سبحانه وتعالى ان هو اظهر الحاجه الحلوه واخفى عنكم الحاجه الوحشه يعني. فنسال الله الستر في الدنيا والاخره يعني. يا رب يا دكتور. كنت حابب اعرف من حضرتك في الاول خالص، هل حضرتك كنت حابب تدخل كلية طب وكانت هدف عند حضرتك، ولا كان في اهتمامات اخرى واوريدي الكلية ما كانتش من ضمن الحسبان قوي؟ ما كانتش في الحسبان خالص. القصة جت ازاي بقى؟ في كلمتين، استخسار مجموع. بالتفاصيل يعني. هو انا اصلا كانت كل حياتي رياضيه وحب الحركه والنشاط والحاجات دي كلها، وكان كل اتجاهاتي لحاجات حربيه، شرطه، وكنت بختار جدا كليه الفنيه العسكريه، حاسس انها بتجمع ما بين هندسه وما بين يعني في جيش وكده وحركه بس اخويا الاكبر مني بسنه، دكتور محمد علام، ده استاذ امراض كبد وجهاز هضمي مشهور يعني. هو دخل كليه الطب، هو قبلي بسنه. فانا جيت المجموع كبير ويدخل الطب مستريح، والوالده بقى ربنا يصبحها بالخير يعني، لا هتدخل مع اخوك، احنا ما عندناش حد يروح جيش وتقعد بال40 يوم والشهرين ما اشوفكش والكلام ده. فبرضو يعني توكلنا على الله والحمد لله يعني. بس هو اللي بقوله هو ما كانش في الحسبان، بس اراد ربنا بعد استخاره وخلاص والحمد لله يعني. اهم حاجه الرضا. ده رزقنا يا دكتور. كنت عاوز اسالك في النقطه دي يا دكتور، هل فعلا ممكن حد يتميز في مجال معين وهو مش حابه؟ هقول لك حاجه، هو دايما احنا بنميل دايما للعاطفه. انا مش بحب دي قوي، انا بحب انا ربنا حطني في كذا هبقى كذا. انا ادخل كليه الطب ابقى حاجه في كليه الطب، انا هختار البطنه ابقى حاجه في البطنه، هبقى حاجه جوه البطنه، هبقى بتاع امراض دم مثلا او بتاع امراض اندوكراين غدد، انا هتميز فيها. لازم ابقى حد كويس في الحاجه اللي انا داخلها، ما ينفعش ابقى دكتور وخلاص، ما ينفعش ابقى في كليه طب وخلاص. فهو الشاطر اللي بيعرف يحدد هدفه. انا عايز اكون حد من وانا في المدرسه انا حد متفوق، فبالتالي وانا في الكليه عايز ابقى حد متفوق، وانا في شغلي في اسمي في حياتي لازم اكون حد مميز فيها. ليس طلبا للشهره ولكن هو الهمه العاليه. جميل. احكي لي عن ايام حضرتك الاولى في الكليه، كان عامل ازاي اول يوم في الكليه؟ هل كان في صعوبات؟ الحمد لله الحمد لله. انا لسه قايل لحضرتك اخويا اللي اكبر مني بسنه هو دخل كليه الطب. انت عارف انتوا كدكاتره والدكاتره اللي بيسمعونا عارفين كده ان اصعب وقت هو الدخله الاولى. الحياه غير الحياه، المصطلحات غير المصطلحات، الدراسه كلها الدكاتره بيدخلوا يتكلموا زي ما يكون احنا مخلصين وعارفين كل حاجه. فدي كانت صعبه على الناس كلها الا بفضل ربنا اولا ثم اخويا ثانيا. بمعنى قال لي بص احنا السنه دي انت اول شهر انا قاعد معاك، احنا قاعدين نذاكر مع بعض. انت اكيد احنا لما دخلنا كليه الطب كل واحد كان جايب ديكشنري والحاجات دي عشان كل كلمه اللي مش فاهمها الكلام ده. انا ما عملتش كده خالص يعني، ما كانش عندي النقطه دي، كان المترجم قاعد معايا. فكانت الدنيا حلوه قوي، وعملت سنه اولى دي ولا اروع ما يكون، وكانت يعني دفعه قويه جدا. انت عارف لما يكون هو حد بيشدني وراه في كل حاجه،
فبس يعني فدي كانت بالنسبه لي حلوه. يعني كوهله اولى كانت حلوه، وكنت مبسوط جدا في سنه اولى، وكنت سعيد ومنبهر وكل حاجه يعني. هل حضرتك شايف الطب كفيرست جينيريشن دكتور دي ممكن تكون ظالمة شوية، ودي ممكن برضو تتحكم في بعض قراراتك، وخصوصا زي ما حضرتك وضحت ان احيانا لما بيكون حد من العيلة ده بيساعد اكتر؟ لو حد في العيلة هيساعدك وحد تثق فيه، الوالد، الأخ الأكبر، الأم هتساعدك، يعني امشي وراهم بلا تردد. أنا ضد قاعدة لن أعيش في جلباب أبي، لا، هعيش في جلباب أبي أوي، هعيش في جلباب أوي، يعني أبي أوي، بمعنى محدش يمسك بإيدي ويعلمني ويوجهني. أنا بتكلم طبعا أخلاقيا وكل حاجة، لكن علميا وطبيا محدش هيمسك المنظار ويعلمني ادخل ازاي الا ابويا او اخويا. محدش يقول لي افتح العمليه دي ازاي او اعمل ازاي، محدش يقول لي اكتب الدواء ده او اتعامل كذا باخلاص وبحب، الا الاب او الاخ. احنا عارفين يعني محدش بيحب حد يبقى احسن منه الا الاب مع ابنه يعني. فدي خلصانه، بمعنى انت لو في حد هيقودك اسمع كلامه وانت مغمض. مش معنى كده بقول لك الغي عقلك، لا، لكن تعرف ان حد معاك، انت على ارض صلبه، انت ليك ظهر يعني. فعلا. طب انا لو ما عنديش النقطة دي ازاي اتغلب عليها، او ازاي احسن من الفرص بتاعتي؟ والله بص، اللي احنا معانا، انا معايا ناس، يعني انا اشتغلت بقالي 25 سنه، معايا ناس هم عايز يدخل في المجال وبيدخل وبيلزمني او بيلزم حد غيري، يعني بيلزم معنى هو انت عارف انا في حد يعني عايز اقول لك شبه اقامه، شبه عايش معايا كذا حد على فترات، مش يعني مثلا السنه دي معايا فلان، السنه دي معايا فلان، بياخد كل حاجه. اللي عايز يتعلم هيتعلم، اللي عايز يدور هيدور، خاصه ان في الوقت الحالي الدنيا بقت اسهل. يعني هقول لك بس اكزامبل، انا مش عايز اكون بطول وقتكم، وانت لو حسيت ان الامور فيها استفاضه يعني قول لي. انا هقول لك حاجه، انا بروح للنواب عشان امر معاهم في الجامعه. فانا بقول لهم ايه، هم بيقولوا احنا نذاكر ازاي، طب احنا عايزين المحاضرات بتاعتك، احنا عايزين نشوف الحاجات القديمه. انا بقول لهم ما تعملوش كده. انت النهارده عندك في الوحده حاله اي تي بي، فانت شفت الحاله وشخصتها، افتح ادخل على باب ميد ولا موقع محترم واسال، شوف كل الجديد في الاي تي بي. لما تعمل كده كل اسبوع 3 4 مرات فتره نيابتك، انت شفت حالات مهوله بالابديت بتاعها. في حته ان انا اتعلم دي، حته ان انا اتعلم العلم اللي هو المذاكره، مش محتاج اسمع محاضرات قديمه ولا فلان قال ولا فلان بيشرح حلو ولا فلان مش محتاجه ان انا اشتغل على نفسي. دي نقطه اولى. النقطه الثانيه بقى الحاجات اللي فيها حرفه. الطب دايما فيه حرفه، دي لازم تلازم استاذ. يعني انا يعني هقول لك حاجه، انا لما دخلت كليه الطب في سنه اولى كان رئيس القسم دكتور احمد مصطفى، ليه محاضرات على اليوتيوب، ربنا يديله الصحه يا رب، ليه محاضرات على اليوتيوب تحفه. انا انبهرت بيه، هو كان رئيس قسم التشريح، وفي نفس الوقت كان بيدينا محاضرات. المحاضره كنت بخرج حافظها. نظام، هو في نظام، هو حد بيتكلم بنظام، بيتكلم بصوت هادي، نظام، تخطيط. كان بيشرح على الباوربوينت، بس كان منظم. انا ما بحبش الباوربوينت، انا عدو الباوربوينت، انا بحب القلم بالظبط، عارف التبشيره والسبوره زي ما بيقولوا يعني. لكن هو لا، بس كان مبهر. فهو عجبني بنظامه، ان احنا خارجين حافظين كل حاجه، عجبني بطريقه ادارته للاسم كويس كده. لما كبرت شويه في سنه 5 بناخد بطنه، في سنه 6 بطنه، احنا الطب كان 6+1 غيركم دلوقتي يعني. فالفكره بس كانت ايه، الدكتور حافظ كان بيقعد معانا، بس يقعد مع الطلبه بس، هو بيقعد يعمل ايه، خلينا نفكر ازاي تفكر في الحاله، ازاي تحط ديفرنشال دايجنوزس. فانبهرت بيه. لما بقيت امتياز بحضر معاه، لما بقيت نايب بحضر معاه، هو بقى من حظي الحلو بقى رئيس وحدتي، خدت منه الحرفه. يعني انا العلم اديني بذاكر، واديني بقى انا بشرح بطنه، فانا عارف البطنه، عارف البيزكس بتاعتها، وفي نفس الوقت الابديت بحاول اتوصل له. الدنيا بقت سهله اسهل، وان كان بقى كتير قوي بس سهل، لكن برضو لازم حد ياخد بايدك. يعني من اصحاب الفضل قوي قوي قوي، ولا يعني دايما اذكره في صلواتي الدكتور حافظ عبد الحفيظ، ده حد رائع، حد بجد. يمكن هو مغمور اعلاميا، لكنه من الناس يعني ده بجد اللي تقول عليه رائد الطب الباطني، اللي هو جمع كل انت عارف ان شاء الله يعني خيرات الدنيا والاخره، يعني من الناس اللي هي مخلصه نحسبه كذلك، وفي نفس الوقت برضه بيعلم، بياخد بايدك ويعلمك، وفكر كذا واعمل كذا، وفكر كذا واعمل كذا. دي مش بتلاقيها في ناس كتير. فاللي عايز اقوله اجابه لسؤالك عشان ما ابقاش طولت، لازم انت تحدد انت عايز ايه. حددت انت عايز ايه، تلزم حد من اهل الخبره في هذا المجال، وما اعتقدش ان حد بيرفض. يعني انا لما يجي لي حد، انا استاذ في كليه الطب، لما يجي لي حد يقول لي انا عايز اقعد معاك في العياده شهر، عايز اقعد معاك شهرين، هقول له ايه؟
مم. لما حد يقول انا هنزل اشوف معاك كذا، انا هنزل اتفرج، انا هاجي امر معاك في المستشفى كذا، يعني هنقول ايه؟ يا ريت الناس تيجي تحضر المرور، احنا بنعمل جراند ميتنج على مستوى عالي جدا، يا ريت الناس تيجي تحضره وتشوف وتتعلم. احنا مش ضد كده، بس هو برضو يعني احنا عايزين ايه؟ قرصة ودن، عايزين رفع همة. احنا ما بقاش فيه همة، والظروف الحياتية هي اللي يمكن تبقى عاملة كده يعني. حابب اكومنت بقى على الجزء بتاع 5 بلس 2 و 6 بلس 1. شايف حضرتك النظام الجديد ضغط شويه الدنيا فخلى الفرصه دي ما بقتش متاحه قوي نوعا ما، للناس عاوزه تخلص امتحان وتشوف اللي بعده وكده؟ بص، هي 5 بلس 2 افضل. انت وفرت سنتين امتياز تتدرب فيهم، تعلم فيهم، تشوف التخصص اللي انت عايزه، ووفرت عليك سنه، فدي 6 سنين ده كان كتير قوي. بس للاسف بعض الجامعات عملتها وحش قوي. انا هقول الاكزامبل الحلو، او قلت اكزامبلز حلوين ومش هقول اكزامبلز وحشه. الاكزامبل الحلو جدا قصر عيني، بجد عملها حلو قوي. عملها حلو قوي، يعني اتعملت احنا هم كانوا 3 و3، بقت 2.5 2.5. حلو قوي، يعني كفايه ان الطالب بياخد البطن على بعضها، بياخد الجراحه على بعضها. عين شمس الى حد ما عملوها حاجه زي كده، بس خلوها في سنه 4 وفي سنه 5، البطنه والجراحه والاطفال والنساء بطريقه ما، بس برضو الى حد ما معقوله. لكن كطريقه، انا بتكلم كسيستم. لكن في جامعات عملت الانتجريتد بطريقه سيئه. يعني طالب في سنه 3 طب بياخد بطنه، بياخد مثلا جنرال كارديولوجي، تشيست، ابدومين، نيورولوجي في 6 اسابيع. وفكره البطنه مع الجراحه وحاجات كتيره كده. فانا كان نفسي يعني انا لو انا مسؤول هقول نظام القصر العيني اللي هو كتعليم، يعني كانتجريتد ميديسن يتطبق في كل الجامعات، وهيبقى اسهل للطلبه. صدقني، اصلا انا بنتي قصر عيني، فهو اسهل للطلبه. انا بشوف ده وبشوف ده، هيبقى اسهل بكتير قوي 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 قوي، بحيث ان الطالب بياخد الحاجه على بعضها منظمه. في ضغط شويه في الوقت وكل حاجه، لكن خلاص هو 6 سنين بقوا 5 سنين، وعندك سنتين بعد كده امتياز فيهم شبه راحه شويه، وتتعلم الحاجه اللي انت عايزها. دايما بيبقى طب الازهر بيبقى نحسهم منفصلين كمان، كغير كعلوم كنظام وكسيستم، وبيبقى ليهم كوميونتي خاص بيهم. شايف حضرتك ايه الفروقات الاساسيه ما بين طب الازهر وما بين الطب على مستوى مصر او الطب بشكل طيب، طب الازهر هو البطنه هي او سوري، يعني الطب هو الطب، يعني الطب في كل مكان، نفس الماده العلميه، نفس الكتب، نفس المراجع، نفس كل حاجه، هي نفس الحاجه اللي بتتاخد في كل مكان، هي بيزيد على طلب الطب الازهر شويه حاجات مواد شرعيه. وهم طبعا بيكونوا طلبه ازهريه اصلا، فبالنسبه لهم دي حاجات سهله، القران هم حافظينه يعني، فدي حاجات بتبقى بالنسبه لهم اسهل. لكن هي ميزه مش عيب، هم مش مفصولين ولا حاجه، بالعكس يعني. هو الميزه ان في فيرنس عالي قوي. عارف العداله التحكيميه، عارف العداله اللي هي ايه؟ بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا دفعتي واللي بعدي واللي قبلي، مثلا 1 2 ولاد اساتذه هيتوصى عليهم ومحدش دريان. لكن بتيجي في اماكن اخرى لا، ده في لسته كده عارفه هي رايحه فين. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت كويس هتنجح، انت مش كويس لا هتتقوم. فدي ميزه حلوه قوي. يعني انا عايز اقول لك من الحاجات بجد، يعني في ناس بتدخل الطب ده انت ابوك مش دكتور هتدخل طب، طب هتعمل ايه؟ لا، مفيش الكلام ده في الازهر، مش كده. لا، في عداله من زمان لغايه دلوقتي. انت كويس بدليل ان الدراسات العليا اللي هو الماجستير والدكتوراه في اقبال رهيب على الازهر، اقبال رهيب. يعني تلاقي في جامعه كذا فيها 2 بيحضروا كذا، وفي جامعه الازهر فيها 200 بيحضروا كذا. ده معناه ايه؟ ان هم الناس بيعلموا في محاضرات للدراسات العليا، في تعليم. دي نقطه اولى. النقطه الثانيه، انا شخصيا كمحمود علام، غير ان انا بعلم طلبه الازهر، انا اتعلمت منهم والله اقسم بالله لهم فضل عليا. ممكن حضرتك تحكي لي موقف؟ مواقف، يعني مثلا اقول لك حاجه. انا كنت بدي محاضره في يوم من الايام، فانا بقول بذمتك كذا، بذمتك دي كلمه مش عاديه بالنسبه لهم مش عاديه. فلقيت واحد بعد المحاضره، دكتور علام، قول بالله عليك بلاش تقول بذمتك دي مثلا. يعني حد تاني لقاني بشرب فاستخدمت ايدي الشمال، عفوا يعني، واخد بالك. هو ما بيقوليش قدام الناس، ما بيقولش، بيجي على جنب، يا دكتور علام خد بالك من كذا، احنا شايفينك حد كويس. هقول لك موقف يعني، ده بص مأثر فيا حتى الان. احد الطلاب، اقول اسمه سيد، اسمه عباس يعني، واخد بالك حاجه عباس واخد بالك. ده من كذا سنه، من سنوات كتيره. قال لي دكتور علام ممكن اقول لك حاجه؟ انا زمان كنت مصاحب الطلبه،
دلوقتي الطلبه هم اللي كاشين مني. يعني زمان كنا اصحاب، كان السن قريب ولسه وفي حماس وكده، وكنا بنروح مع بعض رحلات ونخرج ونلعب كوره والكلام ده. دلوقتي انا مش بقدر يعني، بس هم كاشين بس زمان كان كده. فلقيت عباس ده بيقول لي يا دكتور علام، قلت له قوم يا حبيبي. قال لي عايز اتكلم معاك. قلت له اتكلم. قال لي انت بتذاكر بطنه قد ايه؟ قلت له بذاكر كتير. طب انت عارف كذا، انت مش هتدخل تشرح لنا بثلاث اربع ساعات عمال ترص كلام، انت حافظ كل ده؟ قلت له حافظه. قال لي بتفكر فيه؟ قلت له ما بفكرش. قال لي طب اخبارك ايه مع القران؟ قلت له حفظت ونسيت. قال لي هنراجع، وعمل لي جدول مراجعه، وقعد كل يوم يسمع لي. يعني كل يوم عندنا في كورس، وعمل لي برنامج. يتحب ولا ما يتحبش؟ لما يجي وقت صلاه واحنا اثناء الكورس واحنا اثناء المحاضره، وكلنا نطلع نصلي مع بعض، حاجه حلوه. نعمل رحلات مع بعض. انا اتعلمت منهم حاجات حلوه كتير. والى جانب ذلك بقى هم مظلومين اعلاميا ممكن شويه. يعني اقول لك برضو من المواقف الحلوه، كان عندي انتوا عارفين الازهر فاصلين ولاد وبنات، فدول امتحاناتهم غير امتحانات دول، بمعنى ده امتحان وده امتحان، ده طريقه بس هو نفس المنهج نفس كل حاجه. فالبنات عندهم امتحان ميد راوند ولسه ما خدوش غير ايه جنرال وكارديولوجي، عندهم تشيست وابدومينولوجي. طبعا كنت انا عملت الابلكيشن نزلت عليه المحاضرات، قلت لهم بصوا يا بنات احنا عندنا مراجعه، والمراجعه دي عايزين نملكوا فيها الدنيا، وعندكم امتحان ميد راوند، بعد الميد راوند هنخلص كل حاجه براحتنا وي انا عايزكم تعملوا كذا، هتذاكروا لي كذا 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 كذا، الفيديو رقم كذا رقم كذا رقم كذا رقم كذا تخلصوه. بعد ما تخلصوهم يومين ثلاثه، انا لازم مثلا 4 ايام او حاجه، هنتقابل في السنتر يوم كذا هنشوف حالات. طبعا انا جاي عايز اقول لك ايه، ان انا بقى يعني الحمد لله ام بروفيشنال في الشغل يعني، بس انا ايه ببقى قلقان ان المحاضره كبيره، انا عايز اقول حاجات كتيره جدا في وقت قليل. دخلت المحاضره، دخلت اول عيان بسم الله، لوكال ابدومينال اكزامينشن انسبكشن، الاقي البنات ورا بعض، ها بالبيشن هنعمل كذا 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 كذا، الكومنت كذا كذا كذا، طب اللي بعده تشيست هوبا فاهم، جايين حافظين كل حاجه. ما انساهاش والله ما انساها. انا قلت لهم الله يبارك لكم ويسعدكم انتوا فرحتوني، اللي انا كنت عايز اعمله في 4 ساعات عملته في ساعه. انت متخيل ولا لا؟ ده بقى في حته تانية بقى العكس تماما، حته تانية العكس تماما. العكس تماما ازاي؟ الناس قاعدين طول السنه او قاعدين شهرين بياخدوا حاجه صغيره، ويجوا حصه عشان نلم فيها الدنيا مراجعه. انا ابيض يا باشا، ابيض مين؟ ابيض مين؟ فلما تيجي انت المقارنه، عشان كده ايه، انا ما بحبش اشتغل ازهر قصر عيني عين شمس شويه ثم اروح حته تانية، بتعب نفسيا. الفرق يعني عايز اقول لك برضو عشان ما اظلمش حد، يعني بني سويف في طلبه حلوين قوي، فيوم في طلبه حلوين، في كل حته فيها الحلو فيها الوحش، لكن معظم طلبه الازهر بيبقوا جايين عارفين هيعملوا ايه. معظم طلبه القصر خاصه ار1 داخلين عارفين هم عايزين ايه، واخد بالك انت؟ طبعا ار2 انا عارف يعني شويه لكن قصدي ايه، ان هو كل حاجه كل حد بيبقى يعني الطالب اللي عارف اللي عليه بيريح، الطالب اللي جاي عارف هو بيعمل ايه بيريحك. فاهم؟ بس حابب اكومنت ان رغم كل ده هم ممكن نقول مظلومين شويه، عشان العدل اللي عندهم مش موجود في جامعات تانية، فلما بييجوا طبعا في التنسيق في الاخر نوعا ما الدرجات بتبقى مش افضل حاجه وسط باقي الجامعات. شوف طبعا معاك حق 100%، بس والله الدنيا اتغيرت شويه، يعني الامور اتغيرت الى الافضل. وبعدين احنا دايما بنقول لهم ايه، خلي هدفك ان انت تبقى في الجامعه، تبقى نائب. يعني طبعا مش كلهم يدخلوا نواب جامعه، لو ما كانش يبقى المعاهد القوميه المتخصصه خلي درجاتها، احنا بنقول يعني، بس الامور اتغيرت الى حد كبير غير زمان، يعني مفيش القص في الدرجات ومفيش الكلام ده خالص 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 يعني. احنا نزلنا بوست حبينا نعرف الناس حابه تسال عن ايه، فكان من ضمن الاسئله اعداد طلب الطب بتزيد والدكاتره بيزيدوا، ازاي اطور نفسي واتميز وسط كل هؤلاء الناس؟ اعمل ايه مع ما هم بيزيدوا وهيسافروا يا دكتور مصطفى، يعني هو ايه المشكله ما خليهم يزيدوا، دي قوه مصر الناعمه، خليهم يزيدوا، ايه المشكله يعني؟ هو ايه المشكله ما يزيدوا؟ ربنا يزيد، احنا برضو العدد السكان بيزيد والطلب على الاطباء بيزيد. هو المفروض الواحد يقول ايه، انا ما هو انت لما تبقى كتير كده وانا ماليش مكان، لا ما لازم الاقي لي مكان. شوف في ميزه في الطب، لما يجي حد من قرايبي او حد غالي عليا بيسالني، انا قدامي طب وقدامي هندسه وقدامي صيدله وقدامي اسنان، قدامي بيقول لي الحاجات اللي هي كليات القمه كلها يعني. على فكره هي انا ضد كلمه يعني كلمه كليه حلوه وكليه وحشه، لكن لما بيقول لي بقول له لو انت في ايدك طب خد طب، لان الطب المجال بتاعنا عامل ازاي، واسع جدا، واسع جدا. بمعنى ايه واسع جدا؟ انا حابب جراحات، عندي كم تخصص في الجراحه، حابب بطنات، عندي كم تخصص في البطنه، مش حابب الكلام ده كله عايز اقعد ورا جهاز اشتغل اشعه، لا ده انا ممكن اقعد في معمل بس كلينيكال باثولوجي، لا ممكن اكون دكتور جلديه. انا قصدي ان انت المجالات عندك واسعه.
مش معقوله، يعني مش معقوله مع كل هذا الفيض من التخصصات والاشياء وانت مش لاقي لك حاجه تبدع فيها. يعني انا في حد عزيز عليا لسه بيقول لي انا هاخد سايكاتري، قلت له خد سايكاتري. ايه المشكله يعني؟ ده تحفه، ده المستقبل. بس هو ايه؟ يبقى محدد انا عايز ايه. انا عايز ايه؟ اقول اسمه ولا بلاش؟ هو هو انا قصدي ان احنا نحدد احنا عايزين ايه ونسعى في هذا الموضوع. وحته بقى اللي هو الفلوسيشن بقى والفلوس والرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انا بعمل اللي عليا، انا مش مطلوب مني الا السعي. انا اجتهد وانا طالب، اجتهد وانا بحضر البوست جراديوت بتاعي، اموت نفسي فيه، اتعب اتعلم على قد ما اقدر، اروح هنا واروح هنا على قد ما اقدر. بعد كده الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ما حدش يضمن فيه حاجه. ونعم بالله. انا بس عاوز اعرف من حضرتك كلمه اجتهد دي يعني اعمل ايه؟ اذاكر بس ولا احاول اعمل حاجه تانية مع الكليه؟ طيب احنا بنتكلم على طالب، احنا خطبنا لطالب. بحب الطالب ان هو يركز في شغله بس. يعني انا ايه، بيجي لي طالب في سنه ثالثه يقول لي انا عايز اعمل مش عارف بورد ايه، انا عايز لما اكبر اتخصص. اقول له احلم وكل حاجه، لكن ما تضيعش وقتك في احلام اليقظه. انت دلوقتي طالب عندك بطنه، اقعد موت نفسك في البطنه، شوف هتسمع ايه في البطنه، هتذاكر ايه في البطنه، هتحضر محاضرات ايه في البطنه، كلينيكال ايه في البطنه، هتعمل ايه في الجلديه، هتعمل ايه في السايكاتري، هتعمل ايه في كذا. لم الدنيا بتاعتك، خد اكبر قدر من الدرجات، عشان الدرجات دي اللي هتسهلك بعد كده البوست، هي اللي تحطك مكان كويس. ما بحبش اللي بيعمل جامب. انا مش بحب الطريقه دي. انا دلوقتي انا في خطوه، طب انا خلصت دلوقتي البطنه وخلصت الجراحه وانا خلصت سنه 5 وانا دلوقتي داخل امتياز، وانا في الامتياز ابدا احط بقى الخطوط العريضه بتاعتي. ايه الخطوط العريضه؟ انا حابب ايه؟ بطنات ولا جراحات؟ انا ايدي بتحب ايه؟ انا شكلي ازاي؟ انا الكاركتر بتاعي ازاي؟ طب انا مش محدد قوي، خلاص احضر مره هنا واحضر مره هنا، مرتين هنا ومرتين هنا. اسال اهل الخبره، اسال اهلي، اسال الناس اللي هم المقرب، اسال حد، اقعد استشير. واحنا كده سبحان الله الامور دي كلها نسبيه. هل حب الماده ممكن تحدد انا بطنه ولا جراحه؟ يعني انا بحب الاناتومي مثلا فانا كده مثلا يعني انت كده مايل اكتر للجراحه مثلا، بحب يعني الفارما مثلا فانا كده بالظبط بالظبط هي كده. ده في الاكاديمي، بس انت هتاخد بطن لوحدها. هو انت مش، ما انت كده بتدرس الحاجات دي كلها. فانت لما تدرس الاشياء دي اصلا انت كده بتبدا ايه، تحدد انا بحب كذا، انا مش بحب كذا، انا عايز اخد التخصص ده او ما اخدش ده. طيب انا وانا في الامتياز انا خلاص انا قررت ان انا هكون دكتور امراض بطنه، هاخد حاجه في البطنه وليكن الاندوكراينولوجي. اجيب اكبر كتاب اندوكراينولوجي واقعد اقرا فيه واحضر مع دكاتره الاندوكراينولوجي، ولو في مؤتمر اندوكراينولوجي احضره، ولو في بيبر نزلت جديده اشوفها. يبقى انا بحاول اركز في هذا الموضوع. وعندي امثله على كده، يعني في دكتور معايا اسمه دكتور خالد اشتغل معايا من المنيا. هو دكتور احسن ناس على راسنا حبايبنا، من المنيا، وكان حد شاطر جدا على فكره، هو خريج اكتوبر بس شاطر قوي، وهو حب الاندوكراين. انا على صفحته بينزل كل يومين او كل حاجه بوست اندوكراين محترم، واخد بالك؟ ده معناه ان هو بيقرا في الحاجه دي، بيتخصص في الحاجه دي. خلاص هو لما يجي يحضر بعد كده بقى معظم المواضيع فين؟ في دماغه، فدي هتسهل له. يبقى انا خلاص هو بس الفكره ان احنا نحدد احنا عايزين ايه. ودايما انا يعني بندعي ربنا يا رب يا رب يا رب يا رب، كل واحد كده يبتهل الله ويدعي باخلاص، يا رب التخصص اللي انا احبه يبقى فيه فرصه عمل كويسه، يا رب التخصص اللي انا احبه يكون فيه فرصه عمل. يعني انا بحب حاجه حلوه قوي بس فرصه عمل بتاعتها قليله. وده من ضمن فعلا الاسئله اللي اتسالت لنا. عاوزين نعرف واحنا بنختار التخصص، نختار تخصص كفرصه عمل او كالتخصص ده جامد، ولا تخصص فعلا انا بحبه حتى لو ما كانش الفرص بتاعته نبتهل الى الله. ليس هناك حل الا الدعاء، والدعاء باخلاص، والدعاء بمعنى الدعاء يا رب التخصص اللي انا بحبه يبقى ليه فرصه عمل. وعايز اقول لك ان الدنيا بتتغير، بمعنى ممكن دلوقتي يبقى في تخصص مش قد كده بكره يبقى. بس هو لما نسال ربنا الجنه نساله الفردوس الاعلى، حتى لو عملي ما يأهلنيش يعني مثلا انا دلوقتي لا، ما نساله الفردوس الاعلى واحاول اجتهد. بمعنى انا دلوقتي عايز اتخصص اندوكراين، لازم يكون قدامي هدف ان انا عايز خلال 10 سنين ابقى احسن دكتور اندوكراينولوجي في مصر والشرق الاوسط، وحط دي هدف قدامي ان شاء الله هوصل له. لكن انا عايز ابقى بتاع اندوكراين عشان افتح عياده واشتغل واكل عيش، لا. عشان كشف 1000 جنيه في الاندوكراين. لا مش كده خالص، مش الدنيا مش كده خالص. حته برضو الكشف ب 1000 جنيه وب 2000 جنيه وب 500 جنيه وب 100 جنيه والكلام ده، هو ده رزق.
ممكن يبقى حد الكشف بتاعه ب1000 جنيه وبيعمل مثلا كذا كشف في اليوم وبيكسب وكل حاجه، بس مفيش بركه. وفي حد تاني كشفه ب100 جنيه بس في بركه. الرزق مش اللي انا بكسبه فلوس بس، الرزق ده في حاجات تانية كتير. الرزق ان يبقى فيه بركه، الرزق ان يبقى فيه رضا، ان انا راضي عن الحاجه اللي انا بعملها وان انا اكون بعملها صح. ربنا يبارك لك يا دكتور. شايف حضرتك نزول الطلبه المستشفى يبقى من البدايه، ولا يفضل يفوكس زي ما حضرتك قلت على المذاكره اكتر، ونزول المستشفى دي ممكن تبقى فتره الامتياز اكتر؟ انا كنت طالب ملتزم فكنت بحب احضر في الكليه، خاصه ان احنا يعني الشرح بالذات في السنين الاكاديمي كان تحفه حلو قوي، والدكاتره بيشرحوا وبيهتموا وي 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 وي. طلع موضه كده في الوقت الحديث في كل الجامعات ان حضور المحاضرات مش مهم، وان في دكاتره على اليوتيوب كذا، وفي دكاتره بيدوا كورسات كذا، وفلان بيدي كذا. اوكي، انت في حد بيمشيك بسيستم ويعمل لك نظام تمشي عليه، وده شيء عظيم جدا، لكن برضو خبره الاستاذ اللي بيديك في الكليه خبره لا يضاهيها شيء. فلا بد ان انت تجمع الاثنين، حتى لو ما كانش كله، انت عارف يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. بمعنى مش معنى كده انا اسيب الكليه خالص وما اروحش اسم الكذا ده طول ما انا شغال دلوقتي جراحه، ما حد شافني في اسم الجراحه، ما ينفعش. لازم اروح الاسم وابص عليه واتعلم واحضر يوم واثنين وثلاثه. مش على قد ان انا بس رايح اعمل غيابي وخلاص. والله صدقني اي محاضر داخل هو عايز يعلم حد حاجه، هو عايز يعلم حد حاجه. واكيد يعني مش كل الناس مش عارفه تشرح، مش كل الناس مش هتقول، احنا بس اللي بقينا ايه بنكسل ويومنا مش بندور على شماعه يا دكتور. ومفيش نظام، مفيش سيستم للحياه. ممكن نقول ان النظام ده البيئه ما اتخلقتش موجود فيها النظام ده، فازاي اصنعه لنفسي؟ يعني ما انا برضو انا الحته الموتيفيشن دي ان انا اشجع نفسي ان انا انزل المستشفى، ان انا اشجع نفسي ان انا اجري ورا خلاص الدكاتره. احنا هنتكلم على شقين وسيبني اتكلم براحتي بقى. دكتور على فكره البودكاست ده هدفه كده يعني. طيب. اقل حلقه لا ساعتين، خد راحتك. الجزء الاول النظام، والجزء الثاني هو اللي انا عايز اقوله بجد لكل الناس، يعني ان احنا عايزين ايه، عايزين نعلي الهمه. الحاجه الاولى النظام بيبدا من النوم، ان انا انام نوم صحي مساء. مش تقابل الدكتور علام انا مطبق طول انا ما نمتش عشان اجي اقابلك النهارده، ده بيزعلني. لا، انا نمت كويس عشان اجي اعرف اتكلم معاك النهارده، انا نمت كويس عشان اجي احضر المحاضره بتاعتي. يبقى لازم اليوم يبدا بنوم جيد. يبقى نمره واحد النوم الجيد. كانوا زمان قرايبنا في اهلنا في الفلاحين يقولوا ايه، من زان نومه زان يومه. زان يعني بقى حلو، يعني اللي ينام نوم حلو هيبقى يومه بعد كده حلو. فانت تبداوا من النوم الصحي، ان انا هنام 7-8 ساعات نوم صحي، ويكونوا بالليل ما يكونوش بالنهار. انا ما بحبش اللي بيعكس يومه. اللي بيعكس يومه ده اصلا هو مش عايش معاه. لا، وبعدين اصلا هو ربنا خلق الكون ازاي؟ النهار مبصره، يعني هو سبحان الله انت النهار عشان عمل، بالليل عشان تنام وتستريح، فانت امشي في اللي ربنا خلقه. ودي ده نمره واحد. نمره 2 الاكل الصحي، اللي هو 3 وجبات في مواعيد ثابته قدر الامكان، او حتى وجبتين بس يبقى فيهم بقى خضار وفاكهه والحاجات دي لازم يعني قدر الامكان، عشان دي اصلا يعني دي ليها دور حتى في نشاطك وحركتك وكده، مش اللي هو كل حاجه الفاست فود والدهون والكلام ده. نمره 3 الرياضه، لو نص ساعه في اليوم، ماشي. اللي بيروح جيم ساعه 3 ايام او 4 زي الفل، حتى وانت في كل الطب، ايه المشكله؟ رابعا تنظيم الوقت. هل تعلم ان علام محطوط خطه، هو النهارده يعمل ايه، بكره يعمل ايه، يوم السبت ايه، يوم الاحد عنده ايه، والخطه دي براجعها بالليل. يعني النهارده انا صاحي الصبح رحت كذا، عندي ميعاد الساعه 10 كنت هنا 10 الا تلت، واخد بالك، عشان اخلص من عندك عندي ميعاد تاني الساعه 12، هروح من 12 لغايه الساعه 3، وبعدين الساعه 3 يبقى عندي عدد 3 ونص. يعني الخطه ايه محطوطه، واخد بالك. فانت لازم تنظم يومك. انا هروح الكليه ايام كذا، هروح من الساعه كذا للساعه كذا، هرجع الساعه كذا، هذاكر من الساعه كذا للساعه كذا، فاهمني؟ انا في ماتش كوره لازم اتفرج عليه مهم قوي، هتفرج عليه الساعه كذا. انا قصدي ان انا يبقى يومي منظم. النظام في كل حاجه. واحنا طلبه كنا النظام مثلا، يعني انا كنت بنظم على مواعيد الصلاه، من العصر للمغرب اذاكر كذا، من المغرب للعشاء كذا، من العشاء كده. فالدنيا كانت بتمشي كده، بتقسمها وقت، يعني اقسمها اوقات، قسم ان انا هخلص الحاجه دي، وحط لنفسك جدول وتمشي عليه وتخلصه. لكن احنا عايشين في عشوائيه. لو قلت لحد بتنام امتى يقول لك يبقى انام الساعه 2 ويوم الساعه 5. طب ازاي يعني؟ مش عارف، ما بقتنعش. او انت بتاكل يقول لك انا لما بجوع باكل، او مثلا انا ما باكلش طول النهار واجي بالليل اديها بقى الوجبه اللي هي تمام. ما ينفعش يعني، ده مش صح يعني. الافكار صح. طب بتلعب رياضه؟ لا بقالي كتير. الطب ده قتل كل حاجه. لا ما ينفعش. يعني لازم ان انت تكون حد منظم في حياتك. ده هيفرق معاك اصلا. حتى هقول لك حاجه، لو نرجع كده شويه، قلت لك انا عجبني الدكتور استاذ الاناتومي ده ان هو كان بيشرح بنظام.
يعني انت النظام ده انا بنبهر بالنظام، انا بحب النظام. انا لو الدنيا ضلمه والنور قاطع تماما في بيتي هعرف ادخل البس واخرج. يعني الساعه محطوطه في المكان الفلاني، المحفظه في المكان الفلاني، القميص ده في الحته الفلانيه، انت عارف الدنيا ماشيه. عايز كتاب معين ما بدورش عليه، انا عارف ده موجود في كذا. فهي حته الايه بقى اسلوب حياه. وده يعني بقى انتقل لمراتي، انتقل لاولادي، فبقينا كده. فبقت الدنيا منظمه، مفيش حاجه اسمها عندنا سهر، مفيش حاجه اسمها طبعا لو في اجازه ولا حاجه، ما هو انا برضو مش يعني كده يعني. فلا يعني لو في اجازه ولا حاجه ماشي، اديها بنسيب شويه، لكن في الامور العاديه وخلاص هم اصلا حابين كده كمان. تمام، دي حاجه. نيجي بقى الجزء الثاني، وده عايز تركيز. احنا عندنا مشكله في الهمه، ان كل حد انا مش قادر، ما الدكاتره كتير، انا تعبان طريق طويل. ما أنا لازم اقوي نفسي، لازم اقوي نفسي. اقوي نفسي بثلاث اتجاهات: من الكتاب والسنه والمجتمع. من الكتاب وقل رب زدني علما، حطها قدامك على طول. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني إيه؟ أنت ربنا كل ما تتعلم حاجة، على فكرة مش مطلوب العلم الشرعي فقط، العلم الشرعي ده بيكون عشان العقول وعشان القلوب، لكن في علم الجسم عشان جسمنا، فلا بد يكون ده قدامي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ما معناه اللي هو بيمشي في طريق العلم: من التمس طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له طريقا إلى الجنة. فأنت لما تحط دي قدامك، تحطها قدامك ان انا بعمل كده عشان الجنة، ان انا باخد الاجر والثواب. طيب الحاجة الثالثة، انت ربنا حطك في مكانك، كونك دخلت كلية الطب فانت ربنا حطك في هذا المكان، انت ربنا اختارك لهذا المكان. كونك مش مقدر كده وعارف ان في آلاف الناس نفسهم يبقوا مكانك، ونفسهم يبقوا على الكرسي اللي انت فيه، المحاضرة اللي انت مش عايز تحضرها دي، المحاضرة اللي انت بتزوغ منها، وهم عايزين يجوا يقعدوا مكانك وممكن يبقوا احسن منك، هتحمد ربنا. غيرك بيسافر فين، بيجي لنا ناس قد ايه، بيجوا لنا من كل مكان عشان يدرسوا عندنا، واحنا في الاخر بنقصر في اللي عندنا. ما ينفعش يعني، ما يصحش. وبرضه تحط قدامك حاجه، ان انت لما تنقذ حياه مريض، ده سبحان الله اللي بيشيل شوكه من الطريق ده بيدخل الجنه. يعني ده واحد لقى في شجره قطع على ناس الطريق، شالها دخل انت ممكن بعمل واحد صغير تدخل الجنه. والدنيا احنا عايشين ليه؟ هي الدنيا كلها ايه؟ انت اخرتها ايه؟ يا جنه يا نار، صح ولا لا؟ فانت عايز الجنه، خلاص يبقى انت لازم يبقى عندك الهمه ان انا بعمل كده عشان ربنا يرضى عني، بعمل كده عشان ده من السنه، بعمل كده عشان افيد الناس، افيد المجتمع اللي انا عايش فيه، حتى لو كان بمقابل بسيط مش مشكله، بس انا بفيد الناس، انا مش بضرهم. فلازم اتعلم كويس قوي 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 واتمرن على الحاجه دي كويس قوي 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 عشان اعرف ان انا. ودايما تعلي همتك. اعلي همتي ازاي؟ انا عايز ابقى احسن واحد في المجال ده. هو فلان ده ليه الناس اللي بره سبقونا؟ ما احنا عندنا كل حاجه متاحه، ولما بنطلع بالنسبه ده، ولما بتطلع بتشتغل، بس تحط في منظومه. طب ما تحط انت المنظومه، حط انت المنظومه لنفسك، كل واحد يحط بس حط منظومه حلوه. يعني حط منظومه. هو انا هسالك سؤال، هو سؤال طبعا بصراحه، بس رد عليا مصطفى. حاضر. رد عليا بجد، هترد عليا اكيد. احنا هنبدل ولا كده تمام؟ لا كده تمام. بص يا درش، بص، هو ليه الناس بتسيب محاضرات الكليه وتروح تاخد كورس مع الدكتور فلان الفلاني؟ اقول لحضرتك ليه. يلا. اول حاجه، انا بحب جدا اروح الكليه وبحب انتراكشن، وده بالنسبه لي حاجه كويسه جدا. رحت لقيت الدكتور ممكن يجي بعدها بساعه، يعني هو اصلا جاي بعدها بساعه ومش عارف ان عنده محاضره. ثانيا مفيش نظام واضح للمنهج، يعني حسيت مثلا هو الدكتور داخل هو مش عارف ايه اللي اتشرح قبله وايه اللي اتشرح بعده، فهو داخل هشرح حاجه كده وخلاص. ثالثا بقى والاهم، مفيش كونكشن بشكل حقيقي مع الطلبه. يعني هو ممكن الدكتور يبقى شايف قدامه ان الناس فعلا مش فاهمه، وهو مش شايف ده، ومكمل ساعتين ونص وهو بيتكلم، هو عارف ان حتى احنا مش سامعينه. ففي جاب رهيبه، يعني الالتزام بالمواعيد وتحضير المحاضره، النظام جوه المحاضره، الكوميونيكيشنز، صح. طب لو رجعت دول اللي انا قلته، يبقى انت دلوقتي بتبني نفسك وانت طالب تعمل ايه؟ اعملهم ازاي؟ ابدا اقول انا هبدا النهارده، انا لما اروح النهارده يا دكتور علام انا معاك النهارده، انا هروح مش هنام وافضل صاحي لغايه الساعه 10 بالليل، هنام الساعه 10 واصحى الفجر. حلو كده. لما اصحى الفجر
واقعد اذاكر هاكل اكل صحي ان شاء الله. اهم حاجه ياكل. لا يعني هعمل اللي عليا، يعني هاخد الفتره بتاعه الصبحيه دي حلوه قوي. مثلا يعني هاكل 3 وجبات زي الدكتور ما قال. انا هحاول اروح الكليه يومين او 3 عشان ما اضيعش وقت قوي برضو، واحط لنفسي سكيدول، انا هسمع محاضرات كذا وهذاكر كذا. يبقى انا من دلوقتي بدات احط لنفسي ايه، نظام. بقيت وانت في الامتياز عندك بصمه وعندك حاجات وعندك حضور، شوف الحضور اللي عليك ايه واعمله. طب الوقت اللي انت فاضي فيه حاول تختار التخصص. ايه المشكله لما تقعد 3 شهور تفكر هتخصص ايه؟ ايه المشكله بجد؟ مستعجلين ليه؟ هو كل عايز يبقى استاذ من اول يوم، ما ينفعش. يعني الدنيا بتمشي ازاي؟ بتمشي تدريجيا. طولنا في النقطه دي، نبص يعني. حابب يا دكتور اتطرق شويه لجزء هل مثلا حاجه زي الخطوبه او تفكير الجواز في فتره الكليه دي حاجه ممكن تشجع ولا دي حاجه ممكن تعطل؟ وخصوصا ان ممكن نقول ان في احتياج واضح وخصوصا الفتره دي او الزمن ده يعني في الكليه. شوف يا دكتور مصطفى، هو احنا هندخل بقى في الاسئله اللي هي بتاعت ايه، الاسئله النسبيه. ايه النسبيه؟ ان مفيش اجابه هتبقى تنفع لكل الناس. ما ينفعوش الجواب ده يسفعنا على، مفيش حاجه اسمها ان احنا كلنا لازم نخطب واحنا طلبه، مفيش حاجه اسمها كده. يعني احنا هنقول هي مساله ايه، ظروف وامكانيات. ظروف وامكانيات، وان انا هعرف ولا لا. يعني مثلا في حد ظروفه كويسه واهله كويسين وهم عايزين، وهو يعني هم عايزين يخطبوا له وعايزين يفرحوا بيه، بس هو لو عمل كده ممكن ده ياثر على المستوى العلمي، يبقى بلاش. في حد تاني لا، اهله عايزين يخطبوا له وهو ظروفه كويسه وفي بنت حلال مناسبه، خلاص واي نوت يعني، فاهم؟ دي حاجه. الحاجه التانيه برضو ان انا حتى وانا في الامتياز او وانا نايب او مفيش حاجه اسمها سن محدد. لا يوجد سن محدد للزواج. في ناس بتتجوز عندها 23 سنه، ناس 25 سنه، ناس 27، ناس 30، ناس بعد، كل واحد وظروفه. في حد يقول لك اتجوز لازم اتجوز قبل الماجستير، في حد يقول لك لا بعد الماجستير، حد قبل الجيش، حد بعد الجيش. فدي ليس لها قاعده. يبقى الفكره كلها الاجابه تحتمل، يعني كل واحد حسب ظروفه. انا بقعد واقول انا دلوقتي لو قدمت على الخطوه دي هتفيدني ولا لا، هتفيدني ولا لا، هتبقى مفيده بالنسبه لي ولا هتبقى عبء عليا. طب بالظبط، انا طب دي حد هيشجعني ولا حد هيقف ضدي؟ فهمتني؟ فده مهم جدا يعني. فهمت حضرتك. عاوز حضرتك تحكي لي عن تخصص حضرتك البطنه. هل اوريدي من اول يوم كنت حابب البطنه وهي دي؟ بص محمد اخويا ده هو كل حاجه في حياتي، هو اثر عليا في كل حاجه. انا اقول لك والله ده اللي بتكلم ده بمنتهى الصراحه. انا ولا كان في دماغي، انا اتخرجت زي اي حد وقلت هقعد شويه فتره الامتياز انقي التخصص اللي انا عايزه، وكنت ميال جدا 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 للنيورولوجي. وجات عليا فتره وانا في سنه 5 كنت حابب النساء قوي، يعني كل حاجه كل فتره بتحب انت حاجه معينه كده. المهم انا اتخرجت، اخويا اكبر مني بسنه. لما انا اتخرجت كان هو خلص امتيازه وراح الجيش. هو لما كان امتياز كان بيدي كورس بطنه، فلما راح الجيش مفيش حد يعتمد عليه الا انا. فقال لي انت هتنزل مكاني هتعمل كذا كذا كذا. قلت له عارف. قال لي تعرف تقول كذا هتقول كذا. قلت له هقول. لدرجه دي اول مره بقولها حصريا ليك يا مصطفى، يعني انا اول كورس اديته في حياتي كان كورس جراحه. وحضرتك في امتياز؟ وانا امتياز، وانا لسه ما استلمتش الامتياز. الامتياز كان 1/3، ده كان في اخر شهر 2. اديت كورس جراحه، يعني كان ياولهم مني بتوع جراحه. انا عديت منه، فلتت مني، واخد بالك؟ اول كورس اديته جراحه وكان ناجح جدا. كان ناجح جدا، واخد بالك؟ واشتغلت فيه حلو قوي، عملت شغل كانوا 20 محاضره، كورس كده معين، حد جاي من بره بياخد حاجه معينه وانبسط. والله دلوقتي علاقتي بيه حلوه وعارف ان انا بطنه وبتاع، بس انا اديك يعني انا بقول انا امتياز بس انا هساعدك في كذا. وكان كورس حلو قوي. بعد كده دخلت مكان اخويا في المجال. وعايز اقول لك بقى، وبرضه ربنا كرمني في الجيش، ان الجيش بتاعي كان سهل شويه، يعني 4 ايام 3 ايام في الجيش و4 ايام كده يعني. فال4 ايام دول متاحين معايا، ما وريش حاجه، عملت الفيرست بارت ماستر وبقيت ادي كورسات، بقيت امشي الاثنين مع بعض، واخد بالك؟ حتى مع النيابه بقيت قللت شغلي شويه. بعد كده بدات احترف الموضوع يعني انا لو جات لي بطنه صراحه، او يعني انا لو بحب البطنه هفكر اكتر في السفر، وخصوصا السفر نوعا ما بيبقى صعب في التخصصات الجراحيه وبيبقى اسهل في البطنه. وممكن نقول برضو ان البطنه كناحيه سعر الكشف او كناحيه سوق البطنه في مصر مش اقوى سوق يعني. لا، هو سوق البطنه مش اقوى، لا هو اقوى. لو اشتغلت على نفسك هيبقى اقوى. وممكن يبقى عندك، انا هقول حاجه، يعني انت ممكن يبقى عندك حجوزات لشهر قدام، وانت بس تلاقي لها وقت يعني، بس انت تشتغل على نفسك. فدي نقطه. النقطه الثانيه حته برضو السفر، دي حاجه نسبيه.
بمعنى انا دلوقتي انا خدت امتيازي هنا وليا نيابه هنا او ليا تخصص هنا او وحضرت حاجه، وانا بحضر الحاجه دي انا بجس النبض العام، لقيت الامور ماشيه معايا كويس وبعمل اسمي هنا وبشتغل هنا كويس وبكسب كويس وربنا بيرزقني والدنيا حلوه، خلاص هنسافر ليه؟ لقيت لا الدنيا مقفله معايا فالسفر هيبقى احسن لي. وبعدين هو في ناس بتحب السفر بطبيعتها، يعني في حد اصلا هو دماغه من هو في الكليه انا لازم اسافر، خلاص انت سافر. وبعدين هقول لك حاجه، في دعوه كده بتقول لك ايه، لازم الكل يجرب السفر. ايوه لازم الكل يجرب السفر. جرب سافر مره، لو عجبك كمل، ما عجبكش خلاص. بس الخوف ان هو يعجبك 5-6 سنين ترجع تكون انت كلت. فاهم قصدي؟ يعني في ناس سافرت في حد، بس في ناس سافرت ونسيت. في ناس سافرت ونسيت، يعني خلاص هو قعد هناك 10-15 سنه وبقى استشاري في مجاله وحد خبره رهيبه جدا، يجي يفتح هنا ما حدش عارفه غير اللي فاتح عيادته هنا من زمان، من هو مدرس مساعد مثلا وبدا يعلى مع الناس وكشفه يعلى وحياته يعلى. ده لما بيوصل لدرجه استاذ ده خلاص يعني كل المنطقه بتاعته والمناطق المحيطه. فهمتني ولا لا؟ فهي حته هي دي موضه، احنا هنسافر عشان الحياه بره احسن واكرم. انا معاك طبعا، البيئه الطبيه بالذات في الطوارئ والحاجات دي تبقى صعبه شويه، حتى والله في العيادات احيانا بيكون في ناس صعبين شويه. فيعني الناس بتهرب من هذه المسؤوليات لان يعني ما فيش الحمايه الكامله ليهم في هذا الموضوع. بس حابب برضو اعرف من حضرتك حته البطنه. يعني انا دلوقتي خلاص انا بحب البطنه، يعني اختار ازاي اسافر ولا لا؟ يعني ايه الاسباب اللي تخليني ما اسافرش؟ اول حاجه انت اخترت البطنه، تتعلم بطنه ماشي، ومش لازم البطنه كلها، ممكن حاجه، ممكن هيماتولوجي، ممكن ايمينولوجي، ممكن اندوكراينولوجي، ممكن نفرولوجي، ممكن جينيتكس، يعني ممكن حاجه، مش لازم البطنه مش لازم البطنه البحر، يعني هتاخد حاجه منها. حلو كده، خدت الحاجه دي وتعلمتها كويس جدا جدا جدا، وخدت معاها ماستر، خدت عملت MRC، عملت اي حاجه، عملت اي شهاده فيها، يعني تبدا تشوف حالك عامل ازاي. لو انت حابب ان انت تجرب السفر جرب. ما هو السفر كل بيبص لها انها حياه كريمه، ان انا قاعد حياه بشتغل 8 ساعات في اليوم او 6 ساعات في اليوم، وان انا عندي اجازات، وان انا الناس بتعملني معامله حلوه. اوكي صح، بس في برضو مقابل تاني. اهلي انا ما اعرفش اعيش من غير اهلي. لازم اشوف امي، لازم اشوف اخواتي، لازم اشوف ازاي. حتى لو خدت ولادي ومراتي معايا، ما انا هعزلهم عن اهلهم. يعني انا قصدي الفكره، يعني مش كل حاجه هتبقى حلوه، مفيش حاجه، انت اختار الطريق الاحسن لك ويا رب يبقى طريقك. يعني مثلا هقول لك حاجه، انا اعرف حد مسافر، بس هو مسافر اسرته كلها مسافره، يعني هم كلهم قاعدين في المنطقه دي، فهو جاله عقد، ما خلاص ايه المشكله، ما انت مع اهلك خلاص، يبقى انت خدت الاثنين. لكن ما تبيعش كل حاجه. وبعدين تحط قدامك خطه، انا هسافر قد ايه؟ انا هسافر 4 سنين مده العرض، ولا 5 سنين المده بتاعتي دي، وارجع خلاص انفذ واكمل ابحاثي وحاجتي واترقى استاذ. في ناس للاسف سافروا هم مدرسين. انت عارف الكادر بتاعنا احنا احنا الاول نايب اللي هو درجه معيد، ثم مدرس مساعد، ثم مدرس، ثم استاذ مساعد، ثم استاذ. في مدرسين سافروا وبقى سنهم 60 سنه وهو مدرس، يعني ما وصلش الاستاذ لانه خلاص يعني. فده مش مطلوب برضه، مضيع على نفسك الفرصه ليه؟ ما انت كان ممكن تبقى استاذ. انا قصدي الاجابه نسبيه على حسب ظروف كل واحد. يعني بص، الجواز ده نسبي، اختيار التخصص احنا ربنا موزعنا سبحان الله عشان كل حد يختار حاجه فنغطي كل التخصصات. كذلك برضه حته السفر، مش هينفع كلنا نسافر ولا كلنا نقعد. لو كلنا نقعد بقينا كتير قوي، ولو كلنا سافرنا بقينا قليلين قوي. فلازم يبقى في توازن بين الاثنين. ودي بدرسها وانا في بدايه حياتي، انا ايه اللي احسن لي، ايه اللي افضل لي. لكن اللي انا يعني بقول عليه، لو جات لك فرصه بعثه سفر لتعلم شيء معين جديد، سافر وترجع. يعني مثلا جالك في ناس جالهم حاجه بون مارو ترانسبلانتيشن في فرنسا، لا في اليابان، روح دي 6 شهور او سنه، هاخد خبرات وهتعلم وتبع الجامعه وحاجه قانونيه، واي نوت يعني، ليه لا؟ واعمل ابحاث واعمل حاجات. انا اتعلمت حاجه، اجي بعد كده اعلم اللي انا اتعلمته، صح ولا ايه؟ مختلف جدا هنا جدا. يبقى بس ده سفر من اجل العلم وده يفضل ان هو يكون في السن الصغير، يعني وانت لسه بادئ حياتك في الاول. لو قدامك الفرصه دي ما تضيعهاش، ما تسيبهاش اصلا، تبقى غلطان، تبقى مقصر في حق نفسك وفي حق اللي حواليك لو سبتها. ودي مده صغيره وخلاص. لكن هسافر من اجل المال وانا ما اتعلمتش حاجه، لا. ما هو اللي مش شاطر هنا مش شاطر هناك. ما تقولش المنظومه، ما المنظومه برضه لازم اكون انا حد كويس يعني. عند حضرتك والله يا دكتور، احنا كنا مستضيفين دكاتره جراحه، فلقيت من ضمن الكومنتات او من ضمن الاسئله عايزين نعرف تخصص الجراحه مناسب للفيميل ولا لا. فنزلنا امبارح بوست عايزين نعرف تخصص البطنه مناسب للفيميل ولا لا. مناسب للميل ولا لا للفيميل. هم طبعا بيتكلموا كنبطشيات
نوعا ما هم بيبقى دلوقتي مش عدد بيتكلموا بالمساواه، هو كل حاجه تنفع لكل حاجه يعني كل حاجه تنفع لكل أنا مش حاجه، فاهم. مش في مساواه. وبطنه وجراحه هم عايزين يعرفوا الاثنين يعني. فانا عاوز اسال حضرتك حته عدد النبطشيات. انا عارف ان نيابه البطن من اكتر النيابات اللي فيها ضغط، فشايف حضرتك ايه ريفلكت بتاع ده من ناحيه بص يا دكتور مصطفى، هو الضغط بيكون سنه او سنه ونص، بعد كده تبقى سب سينيور ثم سينيور، فامورك بتبقى اكثر راحه. وانا باكد تاني، حتى لو كانت نيابتك صعبه، بالنظام وبالترتيب هتفرق عن اللي حواليك كلهم. يعني انت تكون منظم في حياتك، ما تبقاش عشوائي، ما تبقاش عشوائي. انا كنا نواب، انا بحب انام بدري، الاقي الناس بيناموا الساعه 2 ويجوا الصبح مش شايفين حاجه قدامهم، طب ما ينفعش. فاهمني ولا لا؟ فهي الفكره برضو احنا مفيش نظام. بالنظام حته ينفع ينفع ونص. هي على فكره انا شفت بوست امبارح حد منزله ان في دكتوره جراحه في المنطقه، يعني في منطقه واحده ودكتوره جراحه وزحمه جدا وكل رايح لها ستات، وهي بيقولوا سدت ثغر. يعني ايه؟ يعني غطت حاجه، في ناس مش عايز تكشف عن دكتور جراحه، فواي نوت ان يبقى في بنت تبقى جراحه وفي بنت تبقى بطنه، ويبقى اللي عايز ده يروح واللي عايز ده يروح، تبقى شاطره في البطنه. حته جزئيه النبطشيات دي ما تركزش فيها، بتتقضى اصل هي مش هتبقى العمر كله. النبطشيه دي مش مدى الحياه، النبطشيه دي جزء من عمرنا فقط، هي جزء وخلاص. دلوقتي ما عنديش نبطشيات، ما فيش، احنا بهدلنا في الطوارئ ازمه احنا صغيرين، خلاص دلوقتي ما فيش الكلام ده. يعني هي الفكره كلها تدريجيا. ما نبصش ان انا مش هاخد التخصص ده عشان نبطشاته كتير، لا انت مخطئ، مش دي الحاجه اللي بنقيس عليها. لو انت مش بتحب الاسترس، بس هو يعني هو ايه اللي ما فيهوش ستريس؟ ايه اللي ما فيهوش ستريس؟ حتى يا دكتور لو مش ستريس في الشغل هيبقى ستريس نفسي لو مش ستريس نفسي هيبقى ستريس اهم حاجه الرضا. يعني عشان كده بنقول دايما ننادي بالرضا، ارضى باللي ربنا قسمه لك، اجتهد او اختار وكل حاجه، بس لازم يكون عندك رضا. انا ربنا حطني في المكان ده عشان ابدع في هذا المكان، عشان اشتغل كويس في هذا المكان. نعم بالله. صح يا دكتور. في برضو من ضمن الاسئله، هل في دلوقتي سب سبيشاليتي كتير قوي في البطنه، فهل تخصص البطنه العامه بذوقه ولا رايح حضرتك؟ هو انا بطنه عامه تمام. اه بس مثلا لما اختار لبنتي هختار لها مثلا اندوكراينولوجي مثلا، يعني انا قلت لها كده، او جينيتكس، حاجه ايه تبقى حاجه صغيره. السب سبيشاليتي هتبقى مركز في حاجه وتبدع فيها كويس قوي. بس احنا محتاجين البطنه العامه، احنا محتاجين اللي يربطها، وده مش موجود عند كتير. بمعنى لما يجي لك واحد عنده هارت فيلير وعنده كرونيك كيدني ديزيز وهو دايابيتك وهايبرتنسيف، مين اللي هيعالجه؟ مش هيبقى عارف هو يروح فين اصلا. دايابيتك وهايبرتنسيف وعنده هارت فيلير وكرونيك كيدني ديزيز، مين اللي هيتعامل معاه؟ دكتور البطنه العامه. والمفروض هناك بيبقى بره، يعني بيبقى في فاميلي في ميديسن اللي هو لا، وفي دكتور بطنه عامه انترنال ميديسن، بدليل الام ار سي بي مجمعه كل دول، حتى السايكاتري والديرما داخلين معاه. تمام. فحته ان انا اقول نلغي البطنه العامه ونخليها كذا، يبقى انت دلوقتي عشان تروح تكشف وانت عندك 4 حاجات هتروح 4 كشوفات. طب ما في واحد بيلمها كلها. فهمتني ولا لا؟ ولو لقى ان في حاجه مثلا، لا ده مشكله القلب دي كبيره ومحتاجه قسطره او حاجه، انا مش بعمل قسطره، انت لازم تروح لدكتور قلب، يبقى ده كارديولوجيست، ده متخصص في هذا المجال. فاحنا بنقول ايه؟ لازم ناس مننا هتاخد سبيشالات، ولازم بعضنا يعني الاكتر ياخد سبيشالات، لكن بعضنا لازم ياخد ايه؟ البطنه العامه. فلازم تكون موجود، لازم تكون موجود. بس السوق بتاعها ما تاثرش بالنسبه لانتشار السب سبيشاليتي كتير. بالعكس والله ما تاثرش خالص. انا شايف ان هو زاد، لان هو اللي بيبقى عنده كذا حاجه يقول لك مين اللي هيلم الدنيا دي. بس هو لازم الناس تفرق يعني تعرف الفرق بين البطنه العامه وامراض البطن. يعني اصل هو ساعات كتيره جدا يجي لك في العياده يقول لك اصل انا بطني بتوجعني، اصل انا عندي ارتجاع مريء، اصل انا عندي الم في المعده، اصل انا عندي قولون، فراح دكتور بطنه. دكتور الامراض الباطنيه انترنال ميديسن، الامراض الداخليه، وليس البطن. هي البطن جزء منها لكنها مش كل حاجه. وده عشان كده تلاقي دكتور البطنه مش بيكتب على عيادته دكتور امراض البطنه. لو كتب البطنه اللي هيجي له البطن بتوجعه، بس اللي عنده حاجه في بطنه لازم يكتب ايه؟ علاج السكر والضغط وامراض الغده الدرقيه والكلى والكبد. لازم يوضح الحاجات اللي هو بيشتغلها عشان الناس تبقى. انا بكلم الفئه اللي هي مش دكاتره، الدكاتره طبعا فاهمين يعني. ما انتوا اكبر ماده عندكم ايه؟ المفروض يعني المفروض دكاتره يكونوا فاهمين اكبر ماده عندكم ايه. اكبر ماده عندكم ايه يعني تحت منها ايه يعني. واخد بالك كتير طبعا الكتب مش عارفين نشيلها كام كده بالظبط. حطيتهم في والله بقسمهم. حضرتك جالي فيديو امبارح وانا بحضر الحلقه، حضرتك كنت بتقول دكتور البطنه دكتور اناليسيز. انت انت لازم تعيش اناليسيز. انا بعلم الطلبه دايما عندهم مشكله وهم بيعملوا هيستوري، ان هم بيقولوا كلمه ديسني ويسكتوا، بيقولوا كلمه مثلا بالبيتيشن او سويلنج ويسكت. فانا بقول لهم دايما لازم تعيش الاناليسيز
عشان اي حاجه بوزيتيف في العيان تقابلك تعمل لها جود اناليسيس، حتى تبقى انت تعرف كونك تعمل ساتسفاكشن، تعمل ارضاء للعيان، ده حلو قوي. انا مش بتكلم على شغل انك تاخد درجه في الامتحان، انا بتكلم على شغل السوق بره كمان. كونك تقعد معاه 10 دقايق وتحلل الشكوى بتاعته، ينبسط جدا. يقول لك الدكتور ده مستمع جيد، وتلاقي في الريفيوز بتاعته هو مش اقوى حد في الماده، بس الريفيوز بتاعته ايه؟ ده بيسمعني. هو بيعمل ايه؟ بيعمل اناليسيس، فبيعمل اناليسيس كويس لكل حاجه بوزيتيف. فده بيخليه اولا الدكتور عيادته بتشتغل كويس جدا، وغير كده بيوصل لحاجات. يعني هو انت دلوقتي لما عندك التشيست بين بيزيد مع النفس، غير التشيست بين بيزيد مع الاكل، غير التشيست بين بيزيد مع المجهود مثلا. يعني مش هنقلب الموضوع علمي يعني، بس انا قصدي ايه، دي فكره الاناليسيس وتعيشها في حياتك برضو. في نفس الوقت انا بقولها يعني في اطار الكوميديا، انك تمتص غضب اللي قدامك. يعني مصطفى بيقول لي دكتور علام انت اتاخرت عليا النهارده، انا زعلان جدا. اقول له زعلان من امتى؟ واخد بالك؟ ده جالك مره واحده ولا بالتدريج؟ انا قصدي ايه؟ انا قصدي ان احنا نعيشها عشان تبقى اسلوب حياتنا. هو هقول لك حاجه بجد، انا اول ما دخلت يعني بص على اي حد، هو ده في اللاوعي، هو كل واحد بيتكيف بشغله. انا لازم ابص في بالور ولا لا، وفي ثيرويد ولا لا. حتى لو يعني انا مش يعني هو انا بحاول ابطل كده، بس هو يعني مش بالسهوله. كذلك في حياتي كده. انا على فكره مش بحب حياتي اللي هي انا بتغاضى كثيرا. مش بحب حياه الاناليسيس دي. انا اقصد في حياتنا، في شغلنا نكون بتوع اناليسيس، لكن مش في حياتنا. في حاجه اسمها فن التغافل، وانا اجيده جدا يعني، واخد بالك، واحبه جدا، احب ماليش دعوه بحاجه. لكن قصدي ايه؟ ان احنا في شغلنا تو بي بروفيشنال، لازم تعمل جود اناليسيس، جود هيستوري، جود دكتور. اللي بيعمل هيستوري كويس من العيان بيكون دكتور كويس في حياته ويكون ناجح، غير درجه الامتحان. انا بتكلم على الحياه كمان. فهمت حضرتك. ممكن حضرتك تحكي لي عن امتياز حضرتك كان ماشي ازاي، وازاي اقدر استفيد من الفتره دي؟ وخصوصا ان باقي الموضوع صعب، انا مش عارف زمان كان عامل ازاي، بس اكيد اصعب هو من نفس دلوقتي. الحاجه. هو طب احنا كان كل فتره يبقى عندك 10 ايام طوارئ تقريبا، كل 3 شهور حاجه عندك 10 ايام طوارئ. دول ما كانش فيهم هزار يعني. الطوارئ لازم تكون موجود وقاعد ومرابط، يبقى ليك 8 ساعات او حاجه زي كده، سواء نايت او داي او ميد يعني زي ما يكون، وبتقعد الفتره بتاعتك لازم تقعدها. الطوارئ طبعا دي كان فيها التعليم كله. اتعلمنا كل حاجه بقى، مش بطنه يعني، ازاي تخيط، ازاي تعمل، ازاي تقابل، ده دي كي ايه، الحاجات دي كلها اشتغلناها حلو. وكنت بحب اشتغلها بحب، واشتغلت كل التخصصات. يعني اي حاجه، يعني اقول لك حاجه، يعني مثلا ايه، انا ولدت، انا مش حابب نسا، مش هتخصص نسا يعني، لكن ولدت مره كده يعني، فاهم اللي هو ايه، دي طوارئ، دي نبطشيتي، فلازم اشتغل فيها. بس فدي اللي كنت بشتغلها كويس. باقي الاقسام بقى، الحاجه اللي كنت بحبها، انا حبيت النيورولوجي جدا، حضرته كله مثلا. الباطنه كنت بحضر الدكتور حافظ، ده حاجه يعني واو، واخد بالك. الحاجه اللي كنت بحبها كنت بحضرها. اللي ينفع ان انا ازوغ منها، بس ما تاخدوش قدوه في الحته دي خالص يعني، انا كنت بزوغ منها اشوف اكل عيشي يعني، واخد بالك. لكن ايه، لكن الحاجه اللي حبيتها حضرتها كويس قوي 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 قوي. فهمت حضرتك. هو في مشكله يا دكتور، هي مش منتشره كتير، هي ممكن نقول اكتر من 75% من الطلبه اوريدي بتواجهها، ان حضرتك عارف ان الطريق طويل شويه وكناحيه ماديه، فهو اوريدي بيبقى محتاج ان هو يكون في دخل جانبي يقدر يجيبه، حتى لو بيفكر في جزء زي سفر، او جزء زي جواز او خطوبه او حاجه زي كده. فبيضطر للاسف ان هو ياخد جزء كبير قوي من وقته، سواء كطالب او كامتياز، ان هو يشتغل. وده بيعطله عن زمايله، وعطله ان هو يطور نفسه في حاجات كتير. لو طالب ومضطر للعمل، ربنا يقويه ويعينه. ولو يعني مش عارف اقولها ازاي، لو اقدر اساعده باي حاجه، يعني دي نقطه خلصانه. ده لو طالب مجتهد وبيذاكر، والمشاكل بتاعته هو بيشتغل عشان يصرف على نفسه، لا ده لازم نقف معاه كلنا ونشجعه. نيجي للامتياز. عايز اشتغل ولا امتياز؟ اشتغل ولا ما اشتغلش؟ اشتغل شغل حلال. مفيش اشتغل داتا شغل حلال. انتري. اشتغل شغل حلال. يعني ايه اشتغل شغل حلال؟ انا اسف وانا بقول الكلمه. رحت في مره ازور حد في رعايه في مستشفى كذا، لقيت اللي بيقابلني هناك كان طالب عندي، بقول له انت فين؟ قال لي انا امتياز. هو اللي ماسك الرعايه كلها، ماسك الرعايه كلها. قلت له مين معاك؟ قال لا انا اللي ماسك الرعايه، انا اتعلمت رعايه وشغال رعايه. زعلت قوي، زعلت قوي قوي يعني، ونصحته. وللاسف يعني العيان حصل له مضاعفات كتيره ومحدش كان بيعالجه، الله يرحمه، واخد بالك. فزعلت يعني. فانا قصدي ايه، اشتغل شغل حلال. اشتغل شغل حلال بمعنى ان انا عايز اشتغل وانا امتياز، انا عندي وقت فراغ كتير، خلاص اشتغل اسيستنت مع دكتور.
على فكره مفيش دكتور هيمانع، انا هاجي اشتغل معاك كذا، انا هاجي اقف معاك كذا. روح اشتغل في بعض المستشفيات الكبيره، بتحب حد يدخل يدخل يعمل التذاكر بتاعت العيانين ويعمل لهم دخول على الكمبيوتر وحاجه زي كده، داتا انترنج، واي نوت. اشتغل في البرمجه، اشتغل زي ما بنشتغل، اشتغل يعني انا قصدي اعمل كورس حاجه، اشرح حاجه على اليوتيوب، اعمل حاجه انت بتحبها، بس ما تعملش حاجه تموت العيان. ما تقفش في طوارئ، ما تقفش في رعايه وانت مش مؤهل. تقول لي انا مؤهل وانا عندي خبره، وانا وقفت في الطوارئ من وانا في سنه ثالثه طب. ايه شهادتك؟ طب لو حصل حاجه واتحاكمت قانونيا، طب هتعمل ايه؟ ايه حجتك؟ ايه حجتك قدام ربنا؟ هل الدوله ادتك شهاده ممارسه المهنه؟ لسه ما خدتهاش. لما تاخدها اعمل اللي عايز تعمله وتشتغل في. طيب احنا ساعات، انا استاذ اهو، وساعات بيجي لي حد مش تخصصي، برجع له كشف واقول له روح لفلان الفلاني هو احسن مني في الحته دي. ايوه طبعا، امال ايه؟ وعلى فكره مش انا بس كده، كتير كتير، دي مش بتاعتي، دي حاله جراحه. انت جاي لي ليه؟ انت جاي لي، انت جيت غلط، معلش، انت روح لفلان ده احسن مني، او روح دكتور كذا. فهمتني ولا لا؟ فاحنا لازم نتحرى هذا الموضوع. اشتغل حاجه حلال، اشتغل بس ما تاخدهاش، ما تعودش على كده. وبعدين انا برضو يعني برضو اللي شغال يعني المستشفيات، برضو انت لازم تنقي اللي قدامك ده يكون معاه شهاده كذا عشان تحط في المكان. هو ده توفير، للاسف بيضحك عليك وانت بتضحك على الناس وكله بيضحك على كله، وده هي ماشي. ما ينفعش. بس يا دكتور لو الشغل رفاهيه فمش افضل حاجه انك تستغل فتره الامتياز كشغل. لو شغل رفاهيه، لو انا امكانياتي كويسه ومش محتاج شغل او حاجه، اشوف الحاجه اللي انا بحبها واعملها. الحاجه اللي انا بحبها، الحاجه اللي انا عايز اتخصصها، اقعد فيها اكتر وقت ممكن. ما جايز يطلع لي عيوب فيها مش واخد بالي منها، اصاحب الناس بتوعها، اصاحب اهلها، امشي مع اهل الخبره. ده هيفرق معايا قوي. النقطه الثانيه ان انا اشوف حد ذو خبره في هذا المجال والتزم واخليني معاه، واعتقد ما حدش هيرفض يعني. بس الافضل ان انا استثمر وادي وقت اكتر اكيد، وما انتظرش خالص جني ثمار في الفتره دي. صدقني والله، بص، هتيجي تشتغل على نفسك، اتعلم كويس، ما تبصش للفلوس. انا طبعا هو انا مع اللي هم الدكاتره الصغيرين اللي لسه متخرجين وعايزين يكونوا بيوت وعايزين يتجوزوا وعايزين يجيبوا عربيات وعايزين. انا معاهم جدا قلبا وقالبا. بس والله هي فتره وهتلاقي كل ده يعني سهل، والله هتلاقيه سهل جدا. بس اشتغل على نفسك بحيث انك تبقى مطلوب. شوف انا بقول للطلبه بتوعي ايه، عايزك كده تحلم وتقول انا عايز ابقى دكتور، انا اشطر دكتور في كذا. لما حد مننا حد اهله بيتعب، بيقول انا عايز اشطر دكتور في كذا. خليك انت اشطر دكتور في كذا. الناس هتجيلك من كل حته، وهتعمل اسم كويس قوي 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 قوي، وهتبقى مش عارف تعمل ايه بعد كده. النقطه الثانيه، الدلع جاي بعدين. هو مشكله الطب ان هو في الاول صعب، وفي الاخر هتكون اتعودت على الصعب، واخد بالك؟ بس هتبقى الدنيا فتحت شويه ان انت شغال، فتحت شويه ان انت اللي بدأ يجي لك مصادر دخل، بدأت تروح مؤتمرات، زي ما بيقولوا ايه دلوقتي. احنا مثلا لو انا رايح مؤتمر، انا مش بروح مؤتمر مش بدفع كذا عشان اروح، انا في شركه بتاخدني توديني مثلا. حتى الفسح بتاعتك هي الشركات بتقوم. يعني قصدي ان انت مع الوقت هتلاقي الحياه جايه لك من اتجاهات متعدده، بس لازم تكون حاجه. ما مش هيجي لك وانت ولا حاجه، يبقى انا لازم اشتغل دلوقتي في مرحله الحاجه. انكم قوم تستعجلون. مستعجلين ليه؟ ما هي واحده يعني، ناخدها تدريجيا واحده، وهتيجي ان شاء الله زي ما احنا عايزين. انا هقول لك كنا في لقاء مع دكتور وهدان، قال مصر مش بلد دكاتره. احنا نزلنا الفيديو ولقينا مصر اتقسمت الاثنين. انتوا دكاتره، انتوا ليه بتقولوا؟ دكتور وهدان استاذنا وعلى راسنا وكلامه يحترم، ويعني نقول ايه صح 100%. بس هو دكتور وهدان يقصد مصر مش بلد دكاتره، يقصد بيها، والله اعلم طبعا، انت ادرى مني، انت اللي قعدت معايا يعني، يقصد بيها مصر مش بلد دكاتره للظروف البيئيه المحيطه بالعمل. مصر مش بلد دكاتره ربما للعائد المادي للدكاتره الصغيرين. هقول تاني، مصر مش بلد دكاتره في حتتين: الوسط، البيئه اللي انت بتتعامل فيها، بمعنى ممكن تكون في مستشفى مفيش فيها، مش مجهزه انك تقعد فيها كطبيب، ممكن تكون بتشتغل 36 ساعه، وانا عندي ناس بتشتغل 48 ساعه بلا نوم. فده مش بيئه يعني، مش بلد دكاتره، دي مش بلد دكاتره دي كده. دي نقطه، دي انا موافق على النقطه دي يعني. مصر مش بلد دكاتره لما يكون المرتبات بتاعت الدكاتره من اضعف المرتبات، بس ده في السن الصغير. ما تجيش في السن الكبير تقول المرتب قليل، لا مش قليل. مش بتكلم على مرتب الجامعه ولا لا، ما انت ليك مصادر اخرى. كل حد ليه مصادر، واللي ملوش مصادر اخرى ده انا اسف يعني، هو ما اشتغلش على نفسه خلاص. بس مصر بلد دكاتره، مصر بلد دكاتره،
ومصر بلد الطب والاطباء. ازاي؟ دكتور مصطفى، كم حد في جامعتك من الوافدين؟ تقريبا تلت او نص الدفعه. نص. على فكره انا بشوف الوافدين اكتر ما طب بشوف، يعني- مع احترامي الكامل ليهم طبعا. طب هم ليه جايين يدرسوا في مصر؟ عشان التعليم بيبقى رخيص يعني بالنسبه لهم. ماشي. و... والكواليتي حلوة. احنا بنحترمهم برضو صراحة. والكواليتي حلوه. والكواليتي حلوه، دي نقطه اولى. النقطه الثانيه، يبقى مصر بلد طب، الناس جايه تعلم طب عندك، يعني بيخلي بتوع ماليزيا يجوا عندك ليه؟ نيجيريا، الوطن العربي كله ليه؟ فاهمني؟ فانت اذا انت بتعلم، انت عندك منظومه. النقطه الثانيه، مين اشهر دكاتره بتشرح طب على اليوتيوب؟ الدكاتره المصريين الدكاتره المصريين، وهتلاقي عليهم اقبال. انا في بعض الدول انا مشهور فيهم عن مصر. ايوه، يعني هناك انا بيكلمني طلبه، مش عايزين نقول دول عشان يعني كلها خلاص هي دي كذا، احنا بنعمل كذا، احنا بنذاكر كذا، احنا بنسمع كذا. فهمتني؟ فاذا بلد طب ولا مش طب؟ طب. مصر بلد الطب كمان في حاجه، لما تكون في عيادتك لو انت دكتور ناجح بيجي لك ناس من بره عشان يكشفوا عندك ويرجعوا تاني. يبقى مصر بلد الدكاتره ولا لا؟ مصر بلد الدكاتره. يبقى مصر بلد الطب والاطباء. مصر بلد الطب عشان الناس بتدرس الطب عندك، انت بتعلم كواليتي كويسه. اشهر دكاتره هم الدكاتره المصريين على مستوى اليوتيوب اللي بيعلموا الناس وبيشرحوا للناس كطريقتهم في الالقاء او طريقتهم في الشرح او في العرض. مصر بلد الدكاتره عشان بيجوا ناس كتير جدا من بره، عشان تعرف في السياحه العلاجيه، فانت متفوق فيها جدا. هي دي يمكن الناس غفلها شويه، لكن انت بتدخل عيادات تلاقي كلهم جنسيات مختلفه. ايوه، انتوا لسه ما يمكن ما شفتوش كده، لكن كده. واللي بيجي عشان يعمل عمليه دقيقه في مصر، وفي دكتور مشهور جدا بيصلح العمود الفقري بيسافر كل ده مصري. وتقول مصر مش بلد دكاتره؟ امال مين بلد دكاتره؟ مين بلد دكاتره؟ يعني اشرحها لي. ممكن نكون تعثرنا شويه، ممكن نكون الرواتب ضعيفه شويه، بس صدقني والله هتتصلح وهتتعدل. يعني انت عارف دوام الحال من المحال. لو بيئه العمل اتصلحت شويه وبقى في نبطشيات منظمه، انا اكتر كان بقولها النظام في حياتي، منظمه بتنظيم كويس والتزام من كل الاطراف، ويبقى النبطشيه ادميه في مكان اقعد فيه، وانا كمان اعمل اللي عليا، لا الدنيا هتبقى غير. فانا بقول مصر بلد الطب والاطباء. ده عنوان الحلقه يا جماعه. في حد سالني سؤال، هو سؤال برضو شخصي ليا. انا دلوقتي خلصت ال5 سنين او ال7 سنين، بس انا بصراحه مش حابب الطب، ومش حابب فكره ان انا اكمل حياتي مذاكره، ومش مناسب حاجه. اعمل حاجه زي الطب، اعمل حاجه تبع الطب، بس ما تسيبش المجال. يعني زي يعني مثلا اداره مستشفيات. حلو. خد دبلومه اداره مستشفيات ورشح نفسك وهتشتغل شغل حلو قوي مثلا يعني، بس ما تسيبهاش خالص. يعني حرام اللي هم ال5 سنين دول يعدوا كده، او ال7 سنين يعدوا كده، بصراحه حرام يعني. الناس مثلا حد بيقول لي انا مش عارف اتعامل مع المريض، ما بحبش اتكلم، انا ام سايلنت، انا مش عايز اتكلم مع حد، انا ما بحبش الكلام، واحنا شغلنا كله كلام، او انا ايدي مش حلوه في الجراحه، انت افتح معمل وكده كده هتشرف على حاجه. اتعلم يا اخي، اتعلم حاجه واحده اعملها، اتعلم تقرا بون مارو بس. عارف يعني اتعلم تقرا بون مارو؟ انت في بون مارو اكزامينيشن، دي عينه بناخدها كده، اما بناخد بايوبسي او اسبيريشن، المهم يعني ده في دكتور متخصص بيقراه، هو كل حياته ان هو بيعمل ايه؟ بيقرا. 5 سنين تبقى احسن حد في المجال ده، اشتغل افتح معمل. فاهمني؟ انا قصدي ايه؟ حرام 7 سنين يعدوا من عمرك كده وتيجي في الاخر لا انا هروح اشتغل ايه طيب؟ هو سؤال صعب، ما هو ده السؤال طيب التاني. يعني هشتغل مدرس بيولوجي للاي جي مثلا. الصراحه مصر دلوقتي ايوه، ما يعني كلها يعني مش ده اللي بيحصل. حاجه بصراحه لا، ما يعني انا ما احبهاش. انا على فكره مش بقلل من حد، انا معايا طلبه وهم طلبه بيشرحوا بيولوجي للاي جي، ده حاجه تحفه، ده تحفه. لكن انت دكتور وخلصت وبقى معاك، لا شوف حاجه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مجال الطب البشري واسع قوي. تعرف ان في تخصص اسمه جينيتكس؟ تقول الاثنين دول ينفع يتجوزوا ولا ما يتجوزوا؟ لا، عايزين يبقى موجود يعني تقول ان الاثنين دول يتجوزوا ولا ما يتجوزوش مثلا. يعني في تخصص اندرولوجي صغير ملموم، في جزء باطني وجزء جراحه مثلا. يعني انا بقول اللي مش عايز، اللي هو ايه، اللي مش عايز كتب، اللي مش عايز يقعد يذاكر كتير، بس لازم يكون قدامه حاجه يعملها.
فهمت حضرتك. ايه قصه حضرتك يا دكتور مع الكوره، وليه دايما بتجيب سيره الزمالك في فيديوهات حضرتك؟ والله لا، هو من باب الدعابه، لكن طبعا الزملكاويه حبايبنا يعني، مش ما يعني ما فيش الكلام مش عايزين نزعل. انت زملكاوي ولا يا مصطفى؟ لا لا انا اهلاوي بس. طب انت بس انا جميل. مع اللي انت بيلعب أهلاوي كوره جميل. حلو يعني. لا هو بس هو سؤال للزملكاويه يعني، انا بكلم طلبه الطب اللي هم عندهم دلوقتي 20 سنه 21 22 سنه، انتوا شفتوا ايه حلو من الزمالك؟ شفتوا حلو من الزمالك يعني؟ انا بكلم بجد والله. طب الاهلي نادي البطولات، الاهلي نادي عظيم كيان، واخد بالك؟ فانت لما تشجعه تبقى فخور وفرحان وبتفرح. بنزعل شويه احيانا، لكن الاساس هو الفرح. انت بتشجع الزمالك ليه؟ عشان كونفدراليه كل كام سنه مثلا يعني، ولا عشان كاس مش عارف ايه ملوش لازمه؟ انا قصدي ليه بتشجع الزمالك؟ بحس هم عندهم مبدا يا بس دكتور. هو بصراحه هقول لك حاجه، الزملكاويه فيهم ميزه حلوه قوي، الصبر. والصفه الثانيه عشان كده الوفاء. موجودين كتير في الدكاتره. الصبر والوفاء، الصبر والوفاء. وبعدين تقعد مع اي حد زملكاوي، هم كلمتين، انا مش عايز اضيع وقت الحلقه يعني في الكلام ده، هم كلمتين: الاهلي بيكسب بالحكام، الاهلي احنا البطولات الحلال، هم البطولات، هو نفس الكلمتين هم. الاهلي بيخطف زي ما يكون ما فيش احتراف ولا حاجه، بس عادي عاملهم كأن انت ايه، ما بتردش يعني. انا ما بقتش ارد اصلا، بس انا اقول حاجه كلمه حق يعني. خلاص احنا قلنا الهزار، الجد بقى. انا كنت متعصب زمان جدا، دلوقتي ولا فارق. انا بتفرج على كرة القدم ترفيها فقط. يعني ايه ترفيها؟ هو بس من باب المتعة وخلاص، لكن اتشد بقى ومين كده، ولا الهوا ولا الهوا غير زمان. فهي دي مرحلة انتوا هتوصلوا لها وخلاص، بعد كده هتبقى ايه، يستوي عنك ده يعني، عندك ده وده، مش فارقه قوي. مصر مش بلد الكوره بقى. لا ما مصر مش بلد الكوره كده كده. انت بعد انت شفت ماتش انتر ايه ده، في بعديه كوره يعني؟ لا في بعديه كوره بجد. احنا بنعمل حاجه؟ لا احنا ولا حاجه. حتى احنا ولا حاجه في الكوره يعني. الحمد لله ان هي كوره بس يعني. كوره الحمد لله، الحمد لله. بس على فكره احنا الهاند بول حلو كده، كويسه جدا عندنا الهاند بول. انا اصلا لعيب فولي بول جامد جدا. بقى على الملأ وبتحدى، هاتوا لي فريق وتعالوا لي، مالكوش دعوه. نعمل فولي بول. الراوند الاول بقى في سيت الراوند خلاص التاني. انا معاك ماشي. بلعب تنس يعني، لا يعني انا الحمد لله يعني بلعب يعني. لما الناس بتشوف نجاح يا دكتور من بعيد، ممكن تكون مش شايفه العقبات او الحاجات اللي حضرتك مريت بيها علشان توصل ما شاء الله الليفل زي اللي حضرتك وصلت له ده. فبالنسبه لي افتكره حاجه من اتنين الصراحه، لا اما مش انا يعني بس النظر من بعيد، لا اما حظ او صدفه او معتمد على حضرتك كان عندك مميزات اكتر من عندي، او الحاجه التانية بقى ان ظروفي لا تسمح بهذا النجاح. حابب تكلمني على عقوبات او حاجات مريت بيها حضرتك كان صعب جدا توصل لحضرتك وصلت له ده؟ بص يا دكتور مصطفى، اي حد في حياته فيه عقوبات، واللي يقول لك ان انا يعني اتولدت في بقي معلقه ده مش موجود، او مش في مجالنا الطبي. مش بيكمل يعني. عقبات فوق ما انت متخيل، لدرجه ان انا خلاص بقيت ايه، بجد انا دلوقتي في مرحله بيستوي عندي ده او ده. يعني مثلا لو سمعت خبر كذا خلاص مش فارقه، بس عدت وانا ما كنتش كده. انا التغيير ده جديد، لكن قبل كده لا، كان في عقبات كتيره جدا جدا جدا. عايز اقول لك حاجه مثلا، يعني اسهل حاجه انا خلصت الماجستير بتاعي وخلص ماجستير بطنه عامه امتياز، وبقدم على رساله الدكتوراه، ودخلت رساله الدكتوراه ان انا ناقش. لا يعني طلع عيني ومخلص كل حاجه، ومش هتناقش انت لسه صغير، مش هتناقش انت، اصل انا مش فاضي دلوقتي. المشرفين يعني اصل انا عندنا رسائل كتير لما نخلصهم الاول. اصل طب انت مستعجل على ايه؟ انت بتدي كورسات مخاليف كده. انت عارف النظام ده حصل كتير، وده كان بيتعبني نفسيا ويأثر عليا وعلى علاقاتي وعلى اسرتي. ان انا عايز اخلص تدخل الامتحان برضو الدكتوراه. انتوا عارفين حديثا بقوا الناس تنجحوا في الدكتوراه من المره الاولى. ده احنا كان صعب جدا زمان كانت انا كان معانا ناس مثلا من المره العاشره وال11 وكده عشان ينجح بس في الدكتوراه. وممكن يبقوا ناس كويسين، بس هو فلان حاطط فلان في دماغه. الدنيا دي اتغيرت الحمد لله، اتغيرت قوي يعني، واخد بالك؟ الكل شايف الظروف اللي الناس فيها، فاصبحوا ايه يعني بيرحموا الناس شويه. وبعدين كمان دي عقبه. العقبه الثانيه يعني، شوف هقول لك حاجه. انا كنت بشتغل انا واخويا، فاحنا مقسمين الدنيا علينا، انت هنا انا هنا كده يعني. إذ فجأة هو قرر يعني هو خد قرار انه هيسافر. هو اندوسكوبيست عظيم جدا، فجاله عقد حلو فعايز يسافر. فاصبحت انا في الملعب لوحدي، اللود عليا كبير، ضغط عليا كبير، اعداد الطلاب كبيره، ودي ضغوط. ما دي على فكره هو كل طالب ده مسؤوليه. هو دلوقتي هو بيسيب نفسه عايز يعمل حاجه معينه، حاجه كونه اعتمد عليك اصلا، فبحد ذاته دي مسؤوليه عليك. فاصبحت ان انا
بدور على حلول، عايز حل تاني، اعمل ايه؟ بدات اشوف الناس اللي هم حد يساعدني، حد يبقى معايا، وهكذا لغايه لما عملت تيم كبير. انا قصدي ان لا الدنيا كلها، بص في كل حته صعوبات، حتى يعني مش على قد بس النجاح في شغلك ده، شغل العياده كان كله في الاول صعوبات. انت بس للاسف البيروقراطيه، مش عايز اقول بقى الكلمه التانية، البيروقراطيه بتموت اي حاجه. يعني لما يجي يقفل العياده عشان موظف نسي ورقه، ما هو ده مش ستريس؟ ده مش ستريس؟ لما يجي لك قرارات كل شويه انت عايز لازم تروح مش عارف علاج حر فين، وعايز تروح نيابه فين وحاجات فين، ما هو ده كده. وانت في فتره النيابه لو عيان حصل له حاجه انت المسؤول عنه، ما ده ستريس. انت بالليل واحد دخل في اتاك وفي ماتمسس، ما ده شغلك يعني. انا قصدي دي حاجات، بس خلاص بقى الواحد من كتر ما ايه، من كتر ما شاف اصبحت خلاص يعني اللي يحصل يحصل، اللي يحصل يحصل، فاهم؟ فهمت حضرتك يا دكتور. ايه التضحيات يا دكتور اللي حضرتك ممكن تكون قدمتها، او للاسف الطب كان خد جزء كبير قوي منها هو مقابل مش النجاح؟ الطب، هو الشغل يعني الشغل في الطب. انا طبعا لما اتخرجت انا قدامي ماجستير، قدامي دكتوراه، قدامي اسره، قدامي اب وام، الاب الله يرحمه، الام ربنا يبارك في عمرها، قدامي بيت واولاد وشغل ومصاريف وحاجات كتير قوي. فانت عايز توفق بين كل دول. اكتر حد اتظلم هو بيتي، اسرتي، اهلي، اكتر حد اتظلم. انا عندي 4 بنات، ومراتي ما تعرفتش عليهم الا في جائحة كورونا. اقول تاني، ما تعرفتش عليهم الا ايام الكورونا، لما اجباري قعدنا في البيت، بدأنا نقعد مع بعض، ناكل مع بعض، نشرب مع بعض، نعمل اكل مع بعض، ننظف الشقة مع بعض، نعمل مش عارف ايه مع بعض. ما حدش بيدخل لك ولا حد بيخرج من عندك وانت قاعد في البيت. بقيت اروح العيادة مثلا ساعتين او 3 وارجع تاني قاعدين مع بعض. لقيتهم جمال جدا والله، حلوين قوي، ما كنتش اعرفهم يعني. والله صدقا انا مش بكذب. يعني انا هقول لك حاجه، حياتي قبل الكورونا حد بيصحى الفجر، بصحى الساعه 5:15، حلو كده، بخرج من بيتي الساعه 6 ل 10 او 6 الا ربع عشان اوصل مكاني 6 وربع، 6 ونص ببدا شغلي، حلو كده. بخلص امتى؟ 12 بالليل، اروح عشان اكمل تاني يوم كويس. ده ما قبل الكورونا. طب عملت ايه الكورونا؟ عملت حاجتين. اولا قعدنا فتره اجباري في البيت، ودي كانت فتره طبعا ربنا ما يرجعش الكورونا تاني، بس نقعد في البيت يعني، واخد بالك؟ الحاجه التانيه بقى، الحاجه التانيه، ربنا شوف كرم ربنا. انت بتقول هو اجتهاد ولا حظ؟ هو توفيق ربنا طبعا، بس هو التوفيق بيجي للمجتهد يعني. انت بتجتهد وربنا بييسر لك امورك. ربنا ييسر لي شخص يمكن تسمعوا عنه يعني، اسمه عاطف، احمد عاطف. هو ده خريج طب الازهر. قال لي احنا عايزين نعمل فكره ان احنا نسجل منهج البطنه كامل لكل جامعه لوحدها، بحاجتها، ببرنامجها، بشغلها. وفعلا بدانا نشتغل عليه. استغلينا وقت الكورونا في كده، اللي هو ما بعد الكورونا بدات الدنيا تفك شويه، بس احنا برضه مش بننزل سنتر والدنيا مقفله، اللي هو كانت نص تقفيله يعني. بدانا نعمل ايه؟ بدانا نسجل منهج البطنه كاملا، نظري وعملي. اصبح بدل ما بنزل كل يوم واروح مثلا هنا واروح هنا واروح هنا واروح هنا، لا، اصبح الجزء اللي هو بيحتاج شرح مع الطلبه ده موجود كله على الابلكيشن، بحيث الطالب بيدخل. انا بنزل بس على قد حصص الحالات انا والمساعدين بتوعي. فيعني عطف وعمل يعني ليه جزء كبير جدا من هذا الموضوع. وناس كتير ناس كتير ما تعرفوش، ما شافتوش يعني. بس هو حد منظم قوي، حد كان عامل لي استوديو، كان بيحضر المحاضره كويس قوي، بيحضر شغله كويس، بيحضر له بص كويس جدا 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 جدا. وبدا يدرس كل جامعه، الجامعه دي فيها ده اكتر، لا ده اكتر، ده بيحبوا الجزء ده، بيحبوا الجزء ده، الجامعه دي عايزين الحته الفلانيه، لا دي ما تحطهاش في المكان الفلاني. بدا يقطع لكل جامعه حاجتها. يعني في محاضرات مثلا، في محاضرات خاصه بجامعه مصر مثلا يعني، دي في محاضرات قصر عيني، في محاضرات يعني كل حته تلاقي فيها الحاجه بتاعتها. في تشابه كبير، لكن الحته دي عايزه كذا. واصبح كمان بدا يشتغل معايا مساعدين تانيين، يعني مثلا في مساعد، في مثلا في حد ماسك القصر، في حد ماسك بني سويف، في حد ماسك النهضه، في حد ماسك الازهر. كل مكان بنشتغل فيه اصبح لينا حد ماسك الشغل بتاعه، حتى كاسيستنت بينزلوا معايا في الحلقه. ما كانش كده زمان، كان كل ده كمان كان عليا لوحدي. الكلام ده انتقل برضو للعياده. ازاي؟ انا العياده اللي كان بيجي كنت انا اللي باخد هيستوري، وانا اللي بعمل بقيس الضغط، وانا اللي بقيس الحراره، وانا اللي بقيس الاكسجين، وساعات اعمل له سونار كمان واوزنه وافحصه وكل الكلام ده. لا، ما بقتش اعمل كده دلوقتي، خلاص الدنيا مش كده خالص.
هو العين بيدخل يتعمل له سونار، يتقاس له الضغط، يتقاس له السكر، يتقاس له الاكسجين، يتوزن، حد ياخد منه هيستوري، بيدخل لي جاهز. انا بقعد اتكلم معاه طبعا وكل حاجه، لكن بيدخل جاهز. اصبحت الحياه اولا فتحت مجال لناس معايا، وفي نفس الوقت برضو هم يعني ايه، هو عايز اقول لك ايه، هم بيساعدوني وانا بساعدهم. فالدنيا اصبحت كده يعني، شغال معايا ناس كتير، انت فوق ال 40 واحد. اه طبعا، لا كتير كتير، ده غير العياده كمان، العياده فوق ال10. يعني قصدي ايه، ان احنا اصبحنا يعني بقى تيم ورك، وده حلو جدا. هم بيريحوني يعني. هم اعمل كذا معايا. ايمان دي اللي بتنظم المواعيد مثلا، رهيبه، ما بتنامش، رهيبه. طالما في شغل هي عارفه بتعمل ايه. انتوا بتشوفوني انا مثلا، انا بدخل المحاضره او انا هشرح المحاضره على كل المجهود اللي وراها انا بس، اللي انت عارف انا الممثل يعني. لكن هو في مجهود جبار جدا ما بين تحضير اوراق، تحضير كتب، تحضير كل حاجه. فالكورونا علمتنا كده، علمتنا التعلم عن بعد اللي هو الاونلاين. علمتنا كمان كان في فراغ وقت ان انا اعمل الحاجات دي كلها. غيرت الفكر في كل حاجه. هي شو سبحان الله، هي ايه، رب ضارات نافعه يعني. طبعا في ناس انا عارف ماتوا ربنا يرحمهم، وكان في ضرر اقتصادي وحاجات زي كده. لكن انا بقول لك انا موقفي ان انا اتقربت من اسرتي كويس قوي 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 وعرفتهم. والحاجه التانية ان انا كمان اشتغلت، ظبطت شغلي الى حد كبير يعني. بعد ما حضرتك يا دكتور شفت ممكن نقول ضريبة النجاح او الحاجات الكبيرة اللي حضرتك ضحيت بيها، لو عد بحضرتك الزمن شايف انك كنت ممكن تقدم نفس المجهود ونفس كل حاجة كنت لو رجع بيا الزمن، لو عارف ان في حاجه اسمها اونلاين، كنت عملتها من زمان. كنت عملتها من 2002 2003 2004، وكان كل 5 سنين اعمل لها ابديت. لو اعرف كده بجد يعني، لو اعرف كده كانت يا دكتور مصطفى انا كنت بلف مصر. تشرح حضرتك نظر يا نهار انت متخيل؟ يعني قول اي جامعه كده تلاقيني رحتها، فاهمني؟ فده كان لود جامد قوي. طب ما احنا دلوقتي المحاضره بتتسجل وجميله، والحمد لله برضو يعني ايه، انا عارف اقول ايه وما اقولش ايه يعني، فاهمني؟ فالدنيا غير. لو رجع بيا الزمن هعمل كل الكلام ده بس بمجهود اقل، وهخلي فيه وقت لاسرتي، هخلي فيه وقت لاهلي يعني. بس الواحد فجاه كبر. ربنا يديك الصحة يا دكتور. ربنا يبارك. بتتعامل ازاي يا دكتور مع الارهاق والتعب في الباثوي الطويل ده وفي بص، هو ده سؤال حلو قوي، وبرضه انا عايز اقوله للناس يعني، حتى يعني كخبره للناس او للطلبه. بص، انا اولا في ترفيه يومي، وفي ترفيه اسبوعي، وفي ترفيه سنوي. لازم يكون في كده يعني. مثلا انا كل يوم انا بخلص حاجتي، انت عارف انا ببدا يومي بدري، فانا لازم اخلص بدري. مثلا اخري 9، اخري في الشغل 9، لازم اكون في البيت مثلا 9 9 ونص 10. من 10 ل1، يا اما اقعد من 10 ل11، يا اما اقعد مع الاسره، او ساعات من 9 ونص حسب روحت امتى يعني. لازم اقعد مع الاسره، لازم اقعد مع امي شويه، اقعد مع بناتي شويه، اقعد مع مراتي شويه، اتفرج لو في ماتش حلو اتفرج عليه، ده ترفيه. لازم اقعد كده، انت عارف قعده بيتريقوا علينا الكنبه يعني، لازم تقعد ايه، تفضي دماغك شويه من اللي هو الاستريس بتاع طول النهار. فده ترفيه يومي، ده اساسي يعني. لازم ساعه كده فصلان يعني، فصلان نتكلم في اي حاجه، اي حاجه، اي حاجه الا البطنه. تمام. الترفيه الاسبوعي يعني، هو احنا بنحرص دايما، انا كاسره اخواتي وكده، ان احنا بنحرص ان احنا كل اسبوع او كل اسبوعين نتجمع. ده برضو بيبقى يوم فاميلي داي، بقى يوم تحفه، ده بيجدد نشاطك قوي. برضو الى جانب ان انا عندي يعني الفتره دي بالذات عندنا كميه مؤتمرات رهيبه يعني. عارف مؤتمرات دكاتره ولا اشرحها لكم؟ عارفين يا دكتور، نتمنى ان حضرتك تشرفنا يعني في المؤتمر يوم 25. مؤتمرات دكاتره دي عامله ازاي يعني؟ مؤتمرات الدكاتره بتاع البطنه، ليكتشر وريسيرش بيبر تقريبا، برزنتيشن. ما ده بيكون مثلا 3 4 ساعات، والباقي كله فسح. صراحه فانا بحب الجزء بتاع الفسح ده، واخد بالك؟ في بقى كل حاجه طبعا. لا بس ده لا بقى ايام، مثلا 3 ايام، مثلا 3 ايام في الغردقه، 3 في شرم، 2 في السخنه. فانا قصدي ان انا بعمل الترفيه ده. زمان ما كنتش بعمل كده، زمان اصلا كنت بشتغل حتى الجمعه يعني، حتى الجمعه كنت بنزل اشتغل. انت متخيل ان واحد حياته كده كل اللي ما فيش يوم فاصل؟ يوم الجمعه كنت بروح الساعه 6، بقول انا خدت كده نص يوم راحه، 6 بالليل، نص يوم راحه، يبقى انا كده ده انا مستريح النهارده، فهمتني؟ فاصبح دلوقتي لا، الوضع غير. الاونلاين ريحنا جدا جدا. المساعدين ربنا يبارك فيهم يعني، معايا ناس حلوه قوي يعني طبعا، وما كتير 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 يعني لو حبينا نعد يعني هتقعد تعد اعداد كبيره. لكن طبعا عاطف، ايمان، حمدان، معايا ناس حلوه، يوسف، معايا ناس بجد يعني، انت عارف شايلين الشغل كده على كتافهم كتير قوي قوي قوي. فالدنيا الحمد لله تمام يعني. ربنا يديم عليك نعمه يا دكتور. عاوز حضرتك تذكر لنا موقف اثر في حضرتك خلال التدريس او خلال العياده ومش قادر حضرتك تنساه يعني، كان في درس كبير قوي او كان في حاجه مختلفه في الموقف. بص، هو يعني هو من المواقف طبعا هو يعني موت الوالد ده سنه 2009، ده كان اللي هو انت عارف كسره الظهر يعني.
لان هو كان حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، وكان حاجه زي اي حد يعني، بس انا كان اعظم شويه. فده بالنسبه لي كان الموقف اللي هو بقى انت مش عايزين حاجه من الدنيا والدنيا وقفت على كده. فده كان حاجه صعبه قوي. الموقف التاني برضو هي موقف للاسف اللي بتهد دي بتبقى صعبه. انا ابن عمي كان مريض ليفر سيل فيلير سيروزس، وخلاص انا كنت بجهزه داخل ترانسبلانتيشن. هو بيعمل اخر حاجه قبل ترانسبلانتيشن اون تيبل، يعني مات اون تيبل قدامي. فدي كان قلت الدنيا ايه بقى، بدات نظره تتغير. يعني هو ما كانش عجوز، يعني كان حد صغير. فانا قصدي الدنيا بقت كلها ايه، انت عارف اللي هو العمر لحظه. وعشان ما نقلبهاش نكد يعني، انا كنت لا يا ريت، الناس بتحب قوي النكد. النكد. لا 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 لا، انا انت عارف انا كنت نيابتي كانت مستشفى الحسين طبعا جامعه الازهر. فاحنا احنا جنبنا قدامنا مسجد الحسين ومسجد الازهر. يجي عندنا يوم كده في السنه بقى اسمه مولد الحسين. المولد ده بيجوا ناس من كل مصر وبيقعدوا حوالين المستشفى وحوالين الجامع ويحتفلوا وذكر وحاجات زي كده. فطبعا الايام دي بالنسبه لنا احنا في المستشفى جوه ايام عذاب. انا فاكر انا في يوم، انا في العياده بتاعتي عياده الباطنه بتبقى من 9 ل 12 مثلا، كشفت على 100 واحده ست. انت متخيل 100؟ كنت بدخل، انا عندي 6 سراير في العياده، كنت بدخل بملى السته في نفس الوقت. وطبعا كشف حلبنتيشي يعني، ما تقنعنيش ان انا ايه بقى. ففي واحده منهم من اللي هم جايين من اللي هم تبع المولد يعني، فجايه تكشف. فقلت لها اتفضلي، تنامي على السرير، ايه اللي تعبك، احكي لي مالك. تقول لا انا مش حاجه تعبانه. قلت لها طب وانت جايه ليه؟ قالت لي جايه اخد البركه من مستشفى سيدنا الحسين. واخد بالك؟ بس الناس طيبين يعني، الناس طيبين، واخد بالك؟ فانا قصدي ايه، هي فاكره المستشفى. حول ولا قوه الا بالله. هي الفكر كده. فانت بيقابلك حاجات ايه، هي بتهون عليك شويه وتفرحك شويه وتنكد عليك شويه، وهي ماشيه. بيبقى في بوستات كتير يا دكتور، احنا طولنا على حضرتك جدا بس هو اخر فعلا سؤالين. في بوستات كتير جدا، انا جبت 80%، هل انا كده مستقبلي ضاع وحلمي تحطم او اختفى؟ ومن ضمن برضو الاسئله اللي جت يعني الناس بتقول ما شاء الله، احنا بنشوف مع دكتور علام تصغير قوي للامور ويعني حضرتك بتدي كل حاجه حقها. ممكن تكون الحته دي صعبه عندنا احنا كطلبه، ازاي ممكن دي نعتبرها سكيل ونقدر نحاول نكتسبها يعني؟ احنا كده قلنا سؤالين في بعض. 3 الشق الاول كان ايه؟ ان انا دلوقتي انا مش راضي عن مجموعي او طيب ما حاسس ان انا عايز اتكلم في النقطه دي. ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. احنا عندنا مشكله، ازمه رضا. انا دلوقتي عملت اللي عليا، انا كلام للناس كلها، انا عملت اللي عليا. انا رحت الكليه وحضرت وخدت كورساتي وخدت محاضراتي وذاكرت واجتهدت وجبت كتب وعملت اللي ربنا قدرني عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا ده اخري، انا جبت اخري وجبت درجات كذا، الدرجه دي رزق من ربنا سبحانه وتعالى. زميلي بيذاكر اقل مني وجايب ما فيش مشكله، هو ربنا كاتب له الرزق ده، ربنا اداك الرزق ده. وهقول لك موقف، انا ربنا اداني الرزق ده، يبقى انا لازم ارضى بهذا الرزق. اقعد انب نفسي اصل انا فقدت كذا وعملت ده بص ده بيتعبني انا نفسيا. انا ما كنتش كده، انا بقول لك انا شايف الموضوع وانا اكبر منكم شويتين، يعني انا شايفه من فوق شويه. ما تقعدش تحلل كتير، ما تقعدش انا جبت 70% مش 80%. ربنا هيحطك في مكان، بس انت اشتغل على نفسك. ربنا كاتب لك كذا. هو تفتكر ان انا كشخصيه طموحه ما كنتش عايز ابقى اول الدفعه؟ ولو انا كنت اول الدفعه كنت اخد نيابه ايه؟ اكيد مش بطن، اكيد كنت اخد كارديولوجي مثلا يعني، او اخد رمد. مش كده ولا مش ده اللي بيحصل؟ طب لو انا خدت رمد كنت هبقى كده؟ ممكن حضرتك ما كناش عملنا البودكاست. مش كده، ما كناش اتقابلنا صح؟ فاذا ربنا عايز ايه؟ له حكمه. النقطه الثانيه ودي دايما حطها قدامكم، هو الدكتور مجدي يعقوب استاف في اي جامعه في مصر؟ انا سمعت ان هو كان شايل بايو وطلع مقبول او طيب يعني اذا تقدير، انا مش عايز اخد الامور ان انا اكسل واكبر دماغي، لا انا بقول ايه، ناخذ بالاسباب ونرفع الهمم، نعلي الهمه على الاخر ونعمل اللي ربنا يقدرنا عليه. ربنا كتب لي درجه كذا خلاص خلصت، هو ربنا كاتب لي رزق في الحته الفلانيه. وسبحان الله يا اخي، انت ممكن ربنا يشيلك من حاجه عشان ما تحطش مشكله. ما اكبر دكاتره القلب واكبر دكاتره النفرولوجي محبوسين يا جماعه، مسجونين. واحد في قضيه دعامات اذا كان هو بريء منها واتحبس فيها، هو حاجه زي كده. وتاني كلى وتبرع بالكلى وبيبيعوا كلى وحاجات ما تعرفش اذا كانت صح ولا غلط. وناس كانوا ايه، الناس بتبص لهم ان هم دول. الدنيا مش كده خالص، ربنا يسترها. انت اهم حاجه اعمل اللي عليك وارضى. يبقى ده الشق الاول من السؤال، ان احنا نرضى.
انت قلت لي اخر سؤالين عشان يبقى فيهم ايه. اخر سؤال بقى. لا هو كان في شق تاني في السؤال. الشق التاني يا دكتور هي حته ان ممكن نعتبر ان في سكيل، مش فكره الرضا، فكره زي ما وضحت حضرتك تصغير الامور، او طيب ان انا ادي المعلومه الاكبره انا كدوري ان انا اسهلها، وانا حط تحتها مليون خط. انا بحط نفسي مكان الطالب، بحط نفسي مكان سوري ما فيش طالب غبي، بس مكان اغبى طالب، وانا بقول المعلومه وصلت. يبقى انا لو حطيت ده اللي قدامي، هو للاسف الدكتور بيدخل، بعض الدكاتره مننا بيدخل في الجامعه يشرح كأن اللي قدامه دول متخرجين وعارفين كل حاجه، وهو جاي يراجع معاهم وبيقعد يقلبها ديسكشن، هم لسه مش عارفين حاجه، ما حدش اسسهم. لا انا مش بعتمد على كده، انا بعتمد ان انت مش عارف حاجه، فانا بجيبها لك من الاول، هو حصل كذا كذا، فتحس انها سلسه. لكن لو جيت كلكعتها، واصلا انا في حياتي ما بحبش الكلكعه. انا لو حد يحكي لي موضوع طويل بقول له اختصر، قوله في كلمات معدوده. لو حد يبعت لي فويس على الواتس مثلا 3 دقايق مش بسمعه، والله ما بسمعه، او اسرعه. ما صدقتش ان حضرتك رديت عليا الصراحه. بالظبط يعني لا ما في ميعاد فلازم ارد عليك. انا قصدي ايه، لا انا برد على الواتس على فكره، بس برد على ايه، على كلمه ورد غطاها. حتى يعني اقول لك حاجه، امي ربنا يصبحها بالخير، انا مكالمتي معاها بتبقى 30 ثانيه. انا بقعد معاها بالليل شويه، لازم، هي ساكنه معايا فلازم اقعد معاها شويه. لكن انا قصدي ان انا انت عامله ايه الصبح، ظروفك ايه، صباح الخير، كذا كذا كذا، 30 ثانيه. غير اخواتي اللي بيقعد يتكلم ساعه يعني، فانا ما اعرفش يعني، ما عنديش القدره دي. انا بحاول ان انا ابقى تارجتد على حاجه، هو ده اسلوب حياه. حتى مراتي تقول لي انت قلت لي حاجات كتيره في وقت قليل، كل اللي حواليا ما فهموش بس انا فهمتك، انت فاهم. فهي خلاص انت بتقول حاجات كتيره بس في وقت ايه، في وقت قليل، في كلام مركز عشان ما نتوهش الامور. اخر سؤال كنت بسال حضرتك، لو هنتكلم على نصيحه حضرتك تحب توجهها للطلبه، كانت تفرق قوي لو كنت مع حضرتك عرفتها زمان، او تتمنى ان باذن الله الطلبه تشتغل بيها وتتمنى. طيب النصيحه، وبرضه اخلي كلامي مركز، نمره واحد استعين بالله ولا تعجز. لازم يكون اطلب دايما المدد والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ثانيا استعينوا يا شباب، يا دكاتره، يا طلبه، يا اطباء، استعينوا بالبكور. بورك لامتي في بكورها. اكتر انجازات حياتي عملتها فتره الصبحيه، فدايما عليك بالبكور. ثالثا النظام في الحياه، ترتيب الاولويات. رتب، انت لسه طالب، رتب وقتك، نظم وقتك، اعمل اللي عليك. التنظيم ده على فكره حتى بعد كده في حياتك هيبقى في حياتك، ولو في حاجه حد يعرف يعملها غيرك خليه يعملها، وانت اعمل الحاجه الكبيره المهمه. كمان برضو النصيحه اللي بقولها يعني غير ان انت تكون حد منظم، ارفع قوي نفسك، شجع نفسك، روح المحاضره بتاعتك بشغف، احب اللي انت بتعمله، احمد ربنا ان انت في هذا، ربنا اختارك في هذا المكان، انت في مكان مميز، ربنا حطك في المكان ده عشان تقعد تتضايق وتزهق كل شويه، لا خد الامور ببساطه. رابعا ارضى باللي ربنا حطك فيه، ارضى باللي ربنا قسمه لك. الدرجه دي مش كل حاجه، في حاجات اهم من كل ده. مش عايز يعني المكان اللي انت في حاجات والله يعلم وانتم لا تعلمون، في حاجات احنا مش عارفينها كتير 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 كتير. وانا قدكم كان نفسي حد يمسكني كده ويقول لي ايه، اهدى. لكن مش عايزين نقعد نقضيها صراعات، الدنيا مش مستاهله صراع الدنيا كلها، ولا تستاهل الدنيا دي، سوري يعني، تحت رجلك ولا حاجه. اعمل اللي عليك وخلاص، اعمل الجزء اللي عليك وسيب الامور تمشي، او ان شاء الله ربنا يمشيها تمشي على خير وكويس. واخر حاجه يعني اتق الله في اللي ربنا حطك فيه، حتى لو مش بتحبه اتق الله فيه، وان شاء الله ادعي ربنا ان انت تحبه واللي تحط فيه الحاجه اللي تحبها تتحط فيها. واتقي الله في شغلك، اتقي الله في المرضى بتوعك. كان دايما ابويا الله يرحمه يقول لك يعني اتقي الله في شغلك اللي هو ببلاش، اللي هو شغل المستشفى، ربنا يبعت لك ابو فلوس، وحصل. فاهمني ولا لا؟ اتقي الله في شغلك ابو بلاش، ربنا يبعت لك ابو فلوس. واخر حاجه لما ربنا يكرمك وتبقى حد كويس، يعني اوصيك بالصدقه. الصدقه دي بتشيل عنك حاجات كتير وبتنمي امورك ورزقك، والله المستعان. شكرا لوقت حضرتك يا دكتور، وشكرا لاستجابه حضرتك للدعوه، واتمنى ان الحلقه دي تكون فيها اثر كبير. انا حقيقي اتعلمت منها يا رب، ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا ان شاء الله. ونشكر مكان كوتش سبيس كوجو ان هو يشتري. نشكر الدكتور احمد سعيد والدكتور بحراوي حبايبنا يعني.